السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا حبايبنا في كل مكان، طلاب تانية اعدادي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وافضل حال يا رب. واهلا وسهلا بك يا بطل في مراجعة الوحدة الاولى زي ما انت شايف كده من عنوان الفيديو. النهارده باذن الله هنلخص لك الوحدة الاولى بالكامل. عارف ان المنهج بتاعك عامل لك عقدة حبتين 3 4 5 6 من هنا للصبح، وبالذات العلوم عامله لك عقدة. انا عارف والله كل ده. باذن الله الملزمة اللي قدامك دي هي عبارة عن حوالي 6 صفحات هنلخص فيهم الوحدة الاولى. بص باسهل طريقه باذن الله، عايزك بس مركز معايا كده وان شاء الله هلخص لك الوحده تفصيله تفصيله، مش هسيب لك تفصيله باذن الله لو اي حاجه كانت واقعه منك. عايزك بس كل اللي انا طالبه منك ان طول مده الفيديو انت قاعد مركز معايا، ما تسرحش خالص ولا اي حاجه. ولو انت معاك الملزمه دي افتحها معايا، طب لو مش معاك هسيب لك اللينك بتاع تحميلها في الديسكريبشن تحت الفيديو، حملها واطبعها وافتحها معايا وتعالى اسمع افضل مراجعه على الوحده الاولى باذن الله، اللي هو المنهج الجديد بتاعك المعقد الجميل اللي انت بتكرهه واللي انت ما بتطوش. قول بسم الله الرحمن الرحيم معايا. قبل ما تبدا كده ابعت الفيديو لاي واحد صاحبك في تانية اعدادي او اي جروب في تاني ليه يعني علاقه بتانية اعدادي، لان باذن الله المراجعه دي هتكون مفيده لاي طالب في السن بتاعك ده اللي هو تانية اعدادي. تعالى قول بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لي دلوقتي الدرس الاول كان بيكلمني عن ايه؟ تعالى نقول بسم الله. رقم واحد كلمك عن حاجه اسمها الماده ومستر، الكلام ده انت عارفه من السنه اللي فاتت، وقلنا ان الماده اي حاجه ليها كتله واي حاجه ليها حجم، وان الماده دي اللي موجوده حوالينا كلنا، فقال لك الماده كل ما له كتله وحجم ويشغل حيزا من الفراغ. وقلنا ان الماده بتتواجد في كام حاله؟ صلبه وسائله وغازيه. وقلنا ان كتله اي ماده ثابته لا تتغير. القلم ده كتلته ب 100 جرام، حطيته هنا ب 100 جرام، حطيته في المانيا ب 100 جرام، حطيته في السعوديه ب 100 جرام، فالكتله بتاعت الماده ثابته لا تتغير. خصائص الماده 3 خصائص في الجدول اللي قدامك ده، انا ملخص لك كل المواد اللي هي الصلبه والسائله والغازيه، عشان ان شاء الله لما تيجي تذاكر كده يعني وربنا يكرمك وتقعد تذاكر بطريقه سهله وبطريقه مبسطه خاليه من التعقيد والكلام بتاع الكتب الكتير قوي ده. تعال بيقول لي خصائص الماده رقم واحد الشكل وقابليه الانسياب والحجم وقابليه الانضغاط وقابليه الانتشار. مستر انا مش فاهم حاجه، هكلم لك عن كل واحده دلوقتي حالا، اصبر على رزقك. بص قبل ما اتكلم عن كل واحده، انت واخد في السنين اللي فاتت ان احنا عندنا الماده الصلبه، اعمل ايدك كده معايا، ليها شكل ثابت، ليها شكل ثابت. القلم ده حطه في كوبايه نفس شكل القلم، حطه على ازازه نفس شكل القلم، حطه على الترابيزه نفس شكل القلم. شكله اتغير؟ لا. فالماده الصلبه ليها شكل ثابت. بقول لك ايه، اضغط القلم ده، بص اعمل في اي حاجه. هل حجمه اتغير؟ الحجم بتاعه ده اتغير؟ لا، ليها حجم ثابت. فالماده الصلبه ليها شكل ثابت وحجم ثابت، ليها شكل ثابت وحجم ثابت. ده رقم واحد، ده كده في الماده الصلبه ليها شكل ثابت وحجم ثابت. مستر الماده السائله، هات شويه ميه. ماشي، الميه دي كانت محطوطه في كوبايه مثلا مدوره، حط الميه دي في ازازه هتاخد نفس شكل الازازه، يبقى كده الشكل بيتغير ولا لا؟ ليها شكل غير ثابت، ليها شكل غير ثابت. مستر حجمها، يعني ايه حجمها يا مستر؟ بص لو انا حطيت لك كوبايه دلوقتي، الكوبايه دي كانت لتر، ولما انا حطيتهم في الازازه هل الكوبايه دي هتبقى مثلا شويه الميه دولت هيبقوا نص لتر؟ لا يا مستر، هيبقى هم اللتر، فحجمها بيكون ثابت، حجمها بيكون ثابت، حجمها ما بيتغيرش. يبقى الماده السائله ليها شكل غير ثابت وحجم ثابت، شكل غير ثابت وحجم ثابت. الماده الغازيه ولا شكل ثابت ولا حجم ثابت. الغاز اللي احنا قاعدين فيه ده، هل الغاز ده ليه شكل؟ لا. هل الغاز ده ليه حجم ثابت؟ يعني مثلا الاوضه اللي انا قاعد فيها دي ماشي، ممكن ان انا اجمع الغاز ده في حته قد كده، صح ولا لا؟ فقال لك الغاز عادي ملوش شكل غير، يعني ايه غير ثابت؟ شكله غير ثابت ولا حجمه ثابت. يبقى كده الماده الصلبه، تعالى كده نحفظ مع بعض، فهمتك؟ تعالى نحفظ. الماده الصلبه لها شكل ثابت وحجم ثابت، والسائله لها شكل غير ثابت وحجم ثابت، والغازيه ولا شكل ثابت ولا حجم ثابت. يا مستر يعني ايه قابليه الماده للانسياب؟ معنى كلمه انسياب باللغه العاميه كده وقايلها لك كذا مره، ان الانسياب معناه ان الحاجه دي بتتصب ولا لا. مثلا القلم ده ماده صلبه صح؟ تعالى صب القلم ده. يا مستر ايه تصب القلم ده؟ انت اول ما تسمع الكلمه دي تقول لي يعني ايه اصب القلم؟ ما ينفعش. قول لي صب شويه ميه، ماشي الكلام ده. قول لي صب شويه عصير، صح ولا لا؟ فقال لك ان احنا عندنا المواد الصلبه لا تنساب، يعني انا ما اعرفش اصبها من مكان للتاني. علل يا مستر غير قابله للانسياب. الماده الصلبه ليها شكل ثابت، الحاجه اللي شكلها ثابت استحاله تعرف تصبها من مكان للتاني. فقال لك انا عندي رقم واحد الماده الصلبه لا تنساب، الماده الصلبه لا تنساب، الماده الصلبه لا تنساب. طب تعالى على الماده
السائل. الماده السائله يا مستر لو انت حاطط شويه مثلا ميه في الكوبايه دي، صبهم في الكوبايه الثانيه هيتصبوا عادي، صح ولا لا؟ انا عايز اشرب شويه ميه، عادي هتشربهم عادي. فقال لك احنا عندنا الماده الصلبه، الماده السائله اسف، قابله للانسياب عادي، ينفع اصبها من مكان للتاني. فالحاجه اللي تنفع تتصب تكون قابله للانسياب، تكون قابله للانسياب. الماده الغازيه مستر، الماده الغازيه اصلا شكلها غير ثابت برضو، الحاجه اللي شكلها غير ثابت ينفع تتصب، فقال لك برضو قابله للانسياب، قابله للانسياب. يبقى انا عندي الماده الصلبه لا تنساب، الماده الصلبه لا تنساب، ردد ورايا، الماده الصلبه لا تنساب. طب والسائله قابله للانسياب، والغازيه قابله للانسياب. ده كل الثلاث حالات بتوع الماده. طب تعالى على يا مستر دلوقتي لو ان دلوقتي الماده بتاعتي دي قابله للانسياب، كده اسميهم ايه؟ قال لك طالما الاثنين قابلين للانسياب فهنسميهم باسم، قال لك هيكون اسمهم الموائع، هيكون اسمهم الموائع. اكتب المصطلح العلمي، مواد لها القدره على الانسياب، قال لك دي اسمها الموائع. يعني المواد اللي ينفع تتصب اسمها مائع، مائعه ينفع صبها، فقال لك المواد التي لها القدره على الانسياب قال لك دي اسمها الموائع. وكان في تعريف للانسياب يا مستر، هي قدره مين؟ يعني الموائع دي تعرف تصبها ولا لا. معنى كلمه تصبها برضو يعني انسياب باللغه العربيه، وليها معنى تاني معناها تدفق، معناها تدفق. يبقى اول ما نسمع كلمه تدفق، تدفق يعني انسياب، تدفق يعني انسياب. يبقى انا كده عندي تعريفين مهمين، الموائع المواد التي لها القدره على الانسياب، وكمان عندنا الانسياب هي قابليه بقى الموائع للتدفق بسهوله. طب يا مستر خلصنا قابليه الانسياب، لسه ما خلصناش؟ لا لسه ما خلصناش. تعال نقرا الملحوظات اللي تحت دي الاول كده. بيقول لك دلوقتي احنا عندنا لما بيحصل انسياب احنا متفقين ان حجم الماده السائله حجم ثابت، ليها حجم ثابت. يبقى كده لما يحصل انسياب هل حجم الماده السائله هيتغير؟ لا. صبيت شويه ميه هو نفس حجمها، 1 لتر هيكون 1 لتر، صح ولا لا؟ فالحجم لا يتغير عند حدوث انسياب في الماده السائله. طب تعالى على الماده الغازيه، الماده الغازيه ليس لها حجم ثابت ولا شكل ثابت. لما تيجي تصب الماده الغازيه من مكان للتاني انت ممكن تضغطها، فلما الماده دي تتضغط، الماده الغازيه تتضغط، هيقل حجمها. يعني كده الحجم ممكن يتغير، الحجم ممكن يتغير. فقال لك عند حدوث الانسياب لا يتغير حجم السائل بينما يتغير حجم الغاز. الكلام ده ممكن يجي لك صح ولا غلط، يجي لك اكمل، اختر اي حاجه. طبعا انت حافظ الكلام ده وفاهمه، فانا بجيب لك الملحوظه ممكن يجيب لك عليها كذا سؤال، انت بقى تكون راجل كده مصحصح وفاهم. تعالى اللي بعده، بيقول لك دلوقتي هو كل المواد بتاعتي السائله دي بتتصب زي بعض، بتتصب بنفس السرعه؟ لا، ده انت ممكن تجيب شويه عسل يتصبوا ببطء، ممكن تجيب شويه ميه يتصبوا على طول. فقال لك اللي هو معدل الانسياب ده بيختلف على حسب معدل اللزوجه، على حسب معدل اللزوجه. يعني لو حاجه تقيله لزجه زي العسل بتنساب ببطء، تنساب ببطء. يبقى كده كل ما اللزوجه زادت الانسياب يكون بيقل، الانسياب يكون بيقل، فتختلف درجه الانسياب على حسب لزوجه السائل. في حاجه صعبه من المفروض؟ لا. تعال ندخل على الخاصيه اللي بعديها، وهي خاصيه ايه؟ وهي خاصيه قابليه الانضغاط. خاصيه قابليه الانضغاط يعني ايه يا مستر قابليه الانضغاط؟ يعني الحاجه دي ينفع اضغطها ولا لا؟ انت اسال وجاوبني. دلوقتي معايا القلم ده، القلم ده لو انا قفلته كده وجيت ادوس عليه كده، بص انا عمال اضغط عليه، عمال اضغط عليه، ممكن يتكسر بس هل يا مستر هينضغط؟ يعني حجمه هيصغر؟ لا يا مستر، ده حجم الماده الصلبه ليها حجم ثابت، ليها حجم ثابت، واللي حجمه غير ثابت غير قابل للانضغاط، لا ينضغط. اللي حجمه غير ثابت لا ينضغط. فانا عندي الماده الصلبه لا تنضغط، الماده الصلبه لا تنضغط. تعالى على الماده السائله يا مستر، هات شويه ميه واد مثلا في سرنجه اللي هي بتاعت الحقنه دي وسد الخرم بتاعها من قدامه، دوس، استحاله هتنضغط، استحاله هتنضغط. ليه؟ لان ليها حجم ثابت، ليها حجم ثابت. اللي حجمه ثابت لا ينضغط، اللي حجمه ثابت لا ينضغط. فبرضه الماده السائله لا تنضغط. فانا عندي الماده الصلبه لا تنضغط، الماده الصلبه لا تنضغط. طب والسائله لا تنضغط، والسائله برضه لا تنضغط. تيجي على الماده الغازيه، ده انا لسه بقول لك ان انا ممكن اخد الهواء اللي في الاوضه ده واحطه في قلب سرنجه قد كده، يعني ممكن اضغطه، ممكن اضغطه. الحاجه اللي قابله للانضغاط دي اللي حجمها غير ثابت، دي اللي حجمها غير ثابت. فالماده الغازيه قابله للانضغاط، الماده الغازيه قابله للانضغاط. يبقى كده احنا عندنا 3 مواد، الصلبه والسائله والغازيه. الماده الصلبه لا تنضغط، الماده الصلبه لا تنضغط. طب والسائله لا تنضغط، والسائله لا تنضغط. والغازيه قابله للانضغاط، والغازيه قابله للانضغاط. يا مستر عايزين ندي تعريف لقابليه الانضغاط او الانضغاط. اقول لك هي امكانيه تقليل حجم الغاز بالضغط عليه. اضغط على الغاز هيقل حجمه، فقال لك ده كده معنى الانضغاط. يبقى امكانيه تقليل حجم الغاز بالضغط عليه ده الانضغاط. ده مين؟ ده الانضغاط. طب تعالى يا مستر على الخاصيه اللي بعد كده، الخاصيه بعد كده وهي قابليه الانتشار. يعني الماده دي بتنتشر بسرعه ولا ببطء؟ تعالى يعني ايه انتشار اصلا يا مستر؟ بص
لو انت دلوقتي مثلا جبت اي لون واللون ده رميته في قلب الميه، اول ما ترميه في قلب الميه اللون ده كان مركز صح ولا لا؟ اول ما ترميه في قلب الميه ما كانتش ملونه، فالميه ضعيفه التركيز من اللون ده، فقال لك اول ما ترميه في قلب الميه تلاقي ان اللون اتوزع في كل انحاء الميه. ده معناه كلمه الانتشار، اللي هو انتقال دقائق او جزيئات الماده من التركيز المرتفع اللي كانت ملونه الى التركيز المنخفض اللي هي الميه. فقال لك ده كده معنى كلمه انتشار. طب مستر الانتشار انا عايز اعرف في الماده الصلبه عامل ازاي وفي السائله عامل ازاي وفي الغازيه عامل ازاي، زي ما انا لسه قايل فوق. بص لو انا دلوقتي عندي في الماده الصلبه، الماده الصلبه هتلاقي جزيئاتها كلها ملتحمه في بعضها بنفس المنظر ده. حتى الماده الصلبه لما باجي امثلها اقول لك اعمل ايدك كده. هل في مسافات يا مستر؟ المسافات صغيره جدا، المسافات صغيره جدا، فساعتها الانتشار يكون بطيء. بص عقبال ما الحاجه تدخل جوه بتدخل ببطء، فالانتشار يكون بطيء جدا، الانتشار يكون بطيء جدا. تعالى هنا انت صحي، الانتشار يكون بطيء جدا. رقم 2 الماده السائله، الماده السائله الجزيئات بتاعتها متباعده شويه بنفس المنظر ده، فالانتشار يكون متوسط السرعه، الانتشار يكون متوسط السرعه. طب الماده الغازيه يا مستر، الماده الغازيه الجزيئات بتاعتها بتكون متباعده خالص، فقال لك ساعتها الانتشار يكون سريع جدا، الانتشار يكون سريع جدا. ماشي يا مستر، يبقى كده قابليه الانتشار في الماده الصلبه بطيئه جدا، في السائله متوسطه، السائله هتلاقيها دايما متوسطه. طبعا دي في الغازيه بس سريعه جدا لان المسافات بتاعتها واسعه، لان المسافات بتاعتها واسعه. فاحنا لو حابين ندي تعريف للانتشار اقول لك هي حركه دقائق الماده من التركيز المرتفع الى التركيز المنخفض، حاجه تركيزها مرتفع فبالتالي تنتقل الى التركيز المنخفض. طب يا مستر سرعه الانتشار امتى تزيد؟ بص لو انا دلوقتي قعدت اسخن في قلب السائل ده او قعدت اسخن في قلب الحاجه، طاقه الحركه بتزيد، طاقه الحركه بتزيد. حط شويه ميه يغلوا على البوتاجاز هتلاقيها عماله تتقلب كده وتغلي، صح ولا لا؟ فقال لك سرعه الانتشار بتزيد لما درجه الحراره بتزيد. ما انا لو سخنت كله هيتقلب في بعضه وانا كده الانتشار هيزيد، يبقى تزداد سرعه الانتشار بزياده درجه الحراره. كلام بسيط وسهل، ركز معايا. قال لك طب هنا رقم 2 تزداد سرعه الانتشار بنقص الكتله. يعني ايه؟ كل ما الغاز كانت كتلته قليله يعرف يجري اسرع، يعرف ينتشر اسرع. انت ذات نفسك كل ما خسيت تبقى خفيف، تعرف تتحرك بسرعه، فكل ما نقص الكتله نقصت الكتله زادت سرعه الانتشار، زادت سرعه الانتشار. هل في حاجه صعبه او في حاجه مش مفهومه؟ من المفروض لا. تعال لما نكمل بيقول لك بعد كده عندنا خاصيه قوه التجاذب. يعني ايه؟ ايه في ايدك كده؟ عندي الماده الصلبه هتلاقي التجاذب بين جسيماتها ايه؟ بيكون قوي جدا، بيكون قوي جدا. طب ماشي يا مستر هي ايه الجسيمات دي اصلا؟ هي مين الجسيمات دي؟ تعالى كده انزل تحت السنه هتلاقي كل حاجه مكتوبه في الملزمه. يقول لك ان احنا عندنا نظريه بتفسر سلوك وخصائص الماده، وهي نظريه الجسيمات للماده، وهي نظريه الجسيمات للماده. يعني يا مستر انا مش فاهم، خدت في ابتدائي وخدت في السنه اللي فاتت ان الماده بتاعتك بتتكون من جزيئات او جسيمات جنب بعضها كده بنفس المنظر ده. فقال لك الجسيمات دي بيكون لها خصائص، بيكون لها خصائص. رقم 1 كل جسيم هتلاقيه بيخزن طاقه وضع. يعني يا مستر انت شايل القلم ده كده، الكلام ده خدناه السنه اللي فاتت، انت شايل القلم ده كده بيكون مخزن طاقه وضع، اول ما تسيبه يطلع طاقه حركه يتحرك. فقال لك اي جسيم هتلاقيه مخزن طاقه وضع وعنده طاقه حركه، لان اصلا ان جسيمات الماده على طول في حاله حركه مستمر. الماده الصلبه دي لو انت بصيت لجسيماتها انت مش هتشوف الكلام ده بعينك، هتلاقي ان جسيماتها بتهتز حول موضعها كده، بتتحرك حركه بسيطه، بتتحرك حركه بسيطه. طب ماشي يا مستر تعالى نطلع فوق تاني. بص يا معلم بيقول لي دلوقتي رقم 1 قوة التجاذب بتاعت المادة. قوة التجاذب في المادة الصلبة، يعمل ايدك كده وجاوبني. قوة التجاذب بتكون قوية جدا، قوة التجاذب بتكون قوية جدا. يعني ايه؟ انا دلوقتي كل الجسيمات هتلاقيها ماسكة في بعضيها، كل الجسيمات هتلاقيها ماسكة في بعضيها، فعشان كده تلاقي المادة الصلبة لا تنساب، ما بتعرفش تنساب، ما تعرفش ان انت تصبها. طب تعالى رقم 2 المسافات البينية في المادة الصلبة. اعمل ايدك كده تاني. في المادة الصلبة هل في مسافات؟ المسافات صغيرة جدا، المسافات صغيرة جدا. ده تاني حاجه. تالت حاجه الحركه. يا مستر هتلاقي ان الماده الصلبه جسيماتها، هتقول لي ما بتتحركش، لا غلط، لا اقول لك جسيماتها بتتحرك حول موضعها، جسيماتها بتتحرك حول موضعها. طب تعالى اما نكمل. يقول لك دلوقتي عندنا في الماده السائله، الماده السائله تعالى بقى افتح ايدك شويه تلاقي الجسيمات القوه التجاذب ما بينها ضعيفه نسبيا، يعني ضعيفه شويه، ضعيفه نسبيا او كبيره نسبيا، يعني الاثنين برضو واحد، لان كلمه نسبيا يعني متوسطه، فقال لك يا ضعيفه نسبيا. ده بالنسبه لقوه التجاذب.
طب بالنسبه لمستر المسافات البينيه هتلاقي كبيره نسبيا، هتلاقي في ما بينهم مسافات. طب قال لك بالنسبه للحركه بتتحرك بحريه برضو نسبيا، يعني تتحرك حركه اكتر من الصلبه شويه، فتلاقي دايما الماده السائله متوسطه او كلمه نسبيا فيها. طب تعالى الماده الغازيه، طبعا الماده الغازيه افتح ايدك خالص، جسيماتها بتكون متباعده جدا، جسيماتها بتكون متباعده جدا، فالمسافات البينيه كبيره، المسافات البينيه كبيره. قوه التجاذب هم ماسكين في بعض اصلا، قوه التجاذب ضعيفه جدا، قوه التجاذب ضعيفه جدا. رقم 3 الحركه، طبعا كل جسيم بيتحرك براحته فهو بيتحرك بحريه تامه، بيتحرك بحريه تامه. تعال لما نكمل، يقول لك دلوقتي احنا عندنا خدنا نظريه الجسيمات للماده وقلنا كل واحده بتتكلم عن ايه. هل في حاجه صعبه؟ لا. طب بيقول لك بص، بيقول لك دلوقتي ان احنا عندنا حاجه اسمها الحركه البرونيه. مستر ايه الحركه البرونيه دي؟ اهدى عليا كده. بص انا دلوقتي لو انت جبت شويه ميه، شويه الميه دولت مثلا من على نبات، هتلاقي مثلا عليهم حبوب القمح اللي هو القمح، ماشي. فبيقول لك دلوقتي القمح ده معلق كده في مائع، صح ولا لا؟ القمح ده حبيباته كبيره نسبيا او جسيماته كبيره نسبيا. فقال لك لما حطوا الكلام ده تحت الميكروسكوب، لانه بيتحرك في حركه عشوائيه، لانها تتحرك في حركه عشوائيه جزيئات القمح دي. فقال لك الحركه العشوائيه اللي بتبقى في جميع الاتجاهات دي اسمها الحركه البرونيه، دي اسمها الحركه البرونيه نسبه للعالم براون، نسبه للعالم براون. يبقى الحركه العشوائيه هي الحركه البرونيه، الحركه العشوائيه هي الحركه البرونيه. فالحركه العشوائيه اللي بتتحرك في جميع الاتجاهات او الحركه البرونيه، وبتكون الجزيئات معلقه في مائع. في حاجه صعبه؟ لا. بعد كده خدنا اخر حاجه في الدرس ده وخلصنا الدرس ده. ايه ده يا مستر احنا كده رجعنا على الدرس كله؟ ما كروتناش والله، ما رجعنا على الدرس كله، وهتشوف. بص حتى اللي مش مكتوب انا قلته ببقي. يقول لك يا مستر ايه حاله البلازما؟ لو انت دلوقتي جبت الغاز، مش انا عندي الغاز اهو، الغاز ده وسخنته، سخنت الغاز ده لملايين الدرجات المئويه، سخنته تحت درجه حراره عاليه جدا. الغاز ده ساعتها ده كان ذرات عاديه صح؟ قال لك ساعتها الغاز ده يحصل له عمليه تأين ويتحول الى ايونات موجبه والكترونات سالبه، والكترونات سالبه. فدي اسمها حاله البلازما، فدي اسمها حاله البلازما. فالحاله اللي بيوجد فيها الغاز على هيئه ايونات موجبه والكترونات سالبه اسمها حاله البلازما. بص بقى المفاجاه، وهي الحاله رقم 4 للماده، وهي الحاله الرابعه للماده. مستر احنا واخدين 3 حالات للماده، صلبه وسائله وغازيه. اقول لك ان في حاله جديده طلعت وهي الحاله الرابعه للماده، وهي حاله البلازما، واللي بتكون فيها الغازات على هيئه ايونات موجبه والكترونات سالبه. يا مستر خصائص او مميزات حاله البلازما، رقم 1 توصيلها الكهربي بيكون مرتفع. رقم 2 موجوده فين؟ موجوده في الشمس والسديم والنجوم، وموجوده في الفضاء، وكل الكلام ده موجود في حاله البلازما، موجود في حاله البلازما. بنستخدمها في يا مستر؟ في انظمه التبريد والتكييف. ليه؟ دلوقتي تلاقي التكييف يقول لك ده مزود بخاصيه البلازما، الثلاجه مزوده بخاصيه البلازما مثلا، ده الثلاجات الحديثه. يقول لك خاصيه البلازما دي بتعمل ايه؟ الغازات لما تطلع في هيئه على هيئه ايونات، تلاقي ان احنا عندنا الجراثيم بتعرف تفكك الجراثيم وتعرف تفكك الفيروسات، فيجعل الهواء اكثر نقاء، يعني بيخلي الهواء اللي حواليه ده نقي، بيخلي الهواء اللي حواليه ده حلو. ده التكييف ده لو في حاله البلازما او في حاله اللي هو في الثلاجه. طب ماشي يا مستر الكلام ده بيحصل ازاي؟ يقول لك ان احنا بنعدي الغاز في قلب التكييف على مجال كهربي مرتفع، مجال كهربي مرتفع زيه زي درجه الحراره المرتفعه، فساعتها الجاز ده يتحول الى ايونات موجبه والكترونات سالبه. هل في حاجه صعبه؟ لا. تعالى يلا اما نكمل، هنلاقي ملخص الدرس رقم 2. ركز بقى معايا كده وصحصح معايا ما تتوهش مني. الدرس رقم 2 ملخص الدرس رقم 2. يقول لك دلوقتي احنا عندنا الماده توجد في كام حاله؟ توجد في 3 حالات، صلبه وسائله وغازيه. يقول لك دلوقتي لو انا سخنت معاه حته تلج مثلا، هنا مثلا صلب زي التلج ماشي، سائل زي الميه، وعندنا غاز زي بخار الميه وغاز زي بخار الميه. يقول لك لو انت سخنت التلج يعني بترفع في درجه الحراره تمشي الناحيه دي، لو انت سخنت التلج يتحول لميه، فبارتفاع درجه الحراره ساعتها بينصهر يسيح التلج ويتحول لميه. سخنت الميه اكتر ساعتها تتحول لبخار ميه. فاحنا بالمخطط اللي قدامنا ده ملخصين كذا حاجه. رقم 1 الماده الصلبه زي التلج لو انا سخنت هيحصل لها عمليه انصهار، هيحصل لها عمليه انصهار وتتحول الى الحاله السائله اللي هي الميه. ارتفاع درجة حرارة يعني بكتسب حرارة، وانا ماشي كده بكتسب حرارة. كمل يا مستر. المية دي لو انا سخنتها اكتر ساعتها يحصل لها عملية تبخر وتتبخر وتتحول لبخار مية اللي هو غاز. مستر عايزين نرجع العكس. دلوقتي لو انت بخار مية جمد الحاجة، او مش تجمد بقى يعني تخفض درجة حرارة البخار ده، لما تخفض درجة حرارته يحصل له عملية تكثف، وبعد عملية التكثف يرجع لمية تاني. اخفض درجة الحرارة تاني يعني افقد طاقة، ساعتها يحصل له عملية تجمد ويوصل للحالة الصلبة تاني. يبقى
احنا كده عندنا وانا رايح الناحيه دي من صلب لسائل لغاز ارتفاع حراره يعني اكتساب طاقه، ارتفاع حراره يعني اكتساب طاقه. طب وانا راجع من غاز لسائل لصلب قال لك كده بنفقد طاقه، بنفقد طاقه يعني انخفاض في درجه الحراره، يعني انخفاض في درجه الحراره. ولسه قايل انا من شويه كل ما ازود في درجه الحراره اللي بيحصل، كل ما بتزود في درجه الحراره طاقه حركه الجسيمات بتزيد، طاقه حركه الجسيمات بتزيد. هنمسك بقى الميه بتاعتنا، الميه اللي احنا بنشربها او مثلا اي ماده، هتلاقي مثلا المثال بتاعنا على الميه دي هتلاقيها موجوده في الحاله الصلبه عند كام؟ قال لك هتلاقيها موجوده عند 0 درجه مئويه، هتلاقيها موجوده عند 0 درجه مئويه. دي كده الدرجه اللي بتتجمد عندها الميه. لو انا هقل عن الصفر هتلاقيها في حاله الايه؟ التجمد، هتلاقيها في حاله التلج، هتلاقيها في حاله التلج. يبقى التلج بيتجمد عند كام درجه؟ بيتجمد عند درجه 0 درجه مئويه. طب يا مستر لو التلج ده هيسيح برده عند كام درجه؟ يسيح عند 0 درجه مئويه. معلش بقى سندت ظهري، يسيح عند 100 برده 0 درجه مئويه. يعني كده يا مستر درجه تجمد التلج 0 درجه مئويه، ودرجه انصهاره يعني عشان يسيح برده 0 درجه مئويه. تزود عن الصفر، تزود عن الصفر، قال لك ساعتها هتلاقي بقى نفسك بقيت في الحاله السائله، هتلاقي نفسك بقيت في الحاله السائله. في الحاله السائله تفضل في الحاله السائله حبه حلوين كده لحد لو انت بتفضل تسخن هتوصل ل 100 درجه مئويه، توصل ل 100 درجه مئويه. ساعتها الميه دي تتحول لبخار ميه، تتحول لبخار ميه، وساعتها ده يبقى اسمه درجه الغليان. يبقى درجه غليان الميه 100 درجه مئويه، والدرجه اللي بتتحول عندها الميه من الحاله السائله الى الحاله الغازيه، الى الحاله الغازيه. يبقى تاني احنا عندنا حاجه اسمها درجه انصار ودرجه غليان. درجه الانصار اللي بتحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله السائله. طب درجه الغليان اللي بتحول الماده من الحاله السائله الى الحاله الغازيه، بس عند درجه معينه، عند درجه معينه. درجه انصار الميه بصفر، درجه غليان الميه ب 100 درجه مئويه، ب 100 درجه مئويه. بس عندي ملحوظه هنا، بص دلوقتي نيجي نمسح بس كده عشان ايه نعرف نكتب الملحوظه بتاعتنا من الرسمه اللي قدامك دي. بص انا دلوقتي لو انا رسمت لك كده الرسمه دي كده، وحطيت لك هنا درجه الحراره ماشي، وحطيت لك هنا الزمن يعني بمرور الزمن ايه اللي بيحصل، وعمال ازود في درجه الحراره، هتزود في درجه الحراره، تزود 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 توصل عند الصفر، توصل عند الصفر. اول ما توصل عند الصفر دي كده اسمها درجه الانصار، دي كده اسمها درجه الانصار. بتيجي درجه الحراره تثبت شويه، تقول لك بس اهدى انا كده في حاله الصلب والسائل معا، اصبر عليا شويه وثبت درجه الحراره خليها عند الصفر عشان ان انا اعرف افك نفسي واتحول لميه. فتيجي عند الصفر درجه الحراره تثبت، درجه الحراره بتثبت. طب ماشي يا مستر ارفع درجه الحراره تاني، انت كده بقيت سائل، هترفع درجه الحراره تاني هتبقى سائل، وتيجي عند نقطه معينه وهي نقطه ال100، وهي نقطه ال100. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ اكتب هنا 100. وساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها الميه بتتحول الى بخار ميه، بس ما تتحولش لبخار ميه على طول، تقول لك انا هثبت شويه عند ال100 عشان انا كده في الحاله السائله والحاله الغازيه معا، انا لسه باخد وضعي كده عشان ابقى غاز. وبعد كده تيجي عند نقطه معينه وتتحول لغاز تاني، وتتحول بقى لغاز وتطلع عادي. يبقى كده هي الحاله من A ل B دي كده حاله صلبه، دي كده حاله صلبه. الحاله من B ل C يعني الخط ده كده، الخط ده كده، ده كده صلب وسائل معا، ده كده صلب وسائل معا. الحاله من سي لدي، الحاله من سي لدي ده كده يعتبر الحاله السائله، ده كده يعتبر الحاله السائله. الحاله من دي لاي قال لك ده كده فتره الثبوت بتاع درجه الغليان، فقال لك كده وسائل وغاز معا، كده وسائل وغاز معا. تيجي بعد كده من اي لاف قال لك ساعتها انت كده غاز وبس، كده غاز وبس. فعند ثبوت درجه الحراره اسالك لما كنت بزود في درجه الحراره طاقه حركه الجسيمات بتزيد، لما اثبت درجه الحراره هتثبت طاقه حركه الجسيمات، يعني هتفضل تتحرك بالحركه اللي كانت بتتحرك، ولا هتزيد ولا هتقل. يبقى عند زياده درجه الحراره زياده طاقه الحركه، ثبوت درجه الحراره ثبوت طاقه الحركه، خفض درجه الحراره خفض طاقه الحركه. يبقى بص 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 مين اخت درجه الحراره على طول لازقه فيها؟ طاقه حركه الجسيمات، طاقه حركه الجسيمات. في حاجه صعبه او في حاجه مش مفهومه؟ خدنا درجه الغليان وخدنا درجه الانصار، وعلى ما اظن الدنيا سهله وحلوه وبسيطه. تعالى يلا اما نكمل. بيقول لك دلوقتي ايه العوامل اللي ممكن تاثر على درجه الانصار ودرجه الغليان؟ بص انا ما قلتلكش ان انا بقول لك ان احنا عندنا درجه الانصار ودرجه الغليان للماده الواحده بتكون ثابته. يعني ايه يا مستر بتكون ثابته؟ يعني درجه انصار الميه في الظروف العاديه بصفر، درجه غليان الميه ب 100 درجه مئويه ثابته، فهم الاثنين خواص مميزه للماده. امتى يا مستر تعرف تغير فيهم هما الاثنين؟ لو لعبت في حاجتين بالظبط، اتنين يعرفوا يغيروا في درجه انصار وغليان الماده. اتنين، رقم واحد الضغط الجوي، رقم واحد الضغط الجوي وهنعرفه دلوقتي. رقم اتنين درجه نقاء الماده، ان الماده دي نقيه
ولا فيها شوائب؟ الماده دي نقيه ولا فيها شوائب؟ فتعالى كده اما نتكلم. يقول لك رقم واحد، او السؤال اللي يجي هنا يقول لك مين العوامل المؤثره في درجه الانصهار ودرجه الغليان؟ الضغط الجوي ودرجه نقاء الماده. الضغط الجوي ودرجه نقاء الماده. يا مستر الضغط الجوي ده واظن انت سمعت عنه قبل كده. انت دلوقتي قاعد على سطح الارض، فوقيك في هواء صح ولا لا؟ لحد ما تخرج للفضاء، شايف الهواء اللي فوقيك ده اسمه ضغط جوي، يعني بيضغط عليك، ده اسمه ضغط جوي. طب يا مستر الضغط الجوي اللي احنا متعودين عليه اللي كله عايش فيه هو اسمه الضغط الجوي المعتاد، اللي احنا متعودين عليه اسمه الضغط الجوي المعتاد. ده بيبقى موجود فين يا مستر؟ على مستوى سطح البحر. مستر احنا عايشين على الارض، ليه بتقول لي مستوى سطح البحر؟ تعال بص المستوى سطح البحر هتلاقيه كله متساوي، ولا في حته عاليه ولا حته واطيه. فانت بص، انت كل ما تعلى لفوق كل ما تلاقي الضغط الجوي عليك بيقل عشان الهواء بيقل. طب كل ما تنزل لتحت ضغط الجو عليك هيزيد. فانا محتاج حاجه ثابته اقيس عليها الضغط الجوي المعتاد. يا عم الحاج الارض فيها تضاريس كتير، فمش هتعرف تقيس عليها الضغط الجوي. بقيسه على ايه؟ مستوى سطح البحر، بقيسه على مستوى سطح البحر. فالضغط الجوي المعتاد هو الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر، والضغط الجوي عند مستوى سطح البحر. بص بقى، يقول لك لما الضغط الجوي بتاعك يقل، بص لما الضغط الجوي بتاعك يقل هتلاقي درجه غليانك بتقل، درجه غليانك بتقل، درجه غليانك بتقل. يبقى يا مستر يعني انا مش فاهم. بص انا بقول لك لو الضغط الجوي قل، لو الضغط الجوي بتاعي قل ساعتها درجه غليانك برضو تقل، ساعتها درجه غليانك تقل. يعني يا مستر ممكن درجه الغليان بتاعه الميه بدل ما كانت ب 100 مثلا ممكن تبقى اقل من ال 100، 99 مثلا، 98. ده في حاله ان لو الضغط الجوي قل، في حاله ان لو الضغط الجوي قل. مستر ما تعكس لي، الضغط الجوي زاد، الضغط الجوي زاد. لو الضغط الجوي زاد برضه درجه الغليان تزيد، درجه الغليان تزيد، بدل ما كانت ب 100 تبقى ب 101، 102 وهكذا. فقال لك الضغط الجوي برضه بيلعب في درجه الانصهار ودرجه الغليان. بس بص بقى، في درجة الغليان لما الضغط الجوي يزيد درجة الغليان تزيد، درجة الضغط الجوي يقل درجة الغليان تقل. درجة الغليان ودرجة الانصهار عكس بعض. يعني دلوقتي لما الضغط الجوي يزيد، الضغط الجوي زاد، الضغط الجوي زاد، ساعتها درجة الانصهار تقل، ساعتها درجة الانصهار تقل. في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة او مش مفهومة؟ لا. بص بقى، بالارتفاع الاعلى قلنا بكل بالارتفاع الاعلى. بص هديك قاعدة ثابتة قبل ما اقرا الملحوظة دي، هديك قاعدة ثابتة، واظن القاعده دي اللي كان بياخد معايا في اولى اعدادي سمعها مني قبل كده. بص احنا عندنا دلوقتي اي حاجه لفوق، اي حاجه لفوق وانت طالع لفوق في الجو ساعتها بتكون بتقل. اي حاجه لفوق هتلاقيها بتقل، اي حاجه لفوق هتلاقيها بتقل، ضغط الجو بيقل، الكثافه بتقل، اي حاجه لفوق هتلاقيها بتقل، واي حاجه وانت نازل لتحت بتزيد، واي حاجه وانت نازل لتحت بتزيد. فبالارتفاع الاعلى ايه اللي بيحصل؟ بينخفض الضغط الجوي. بالارتفاع الاعلى بينخفض الضغط الجوي، اي حاجه لفوق بتقل، اي حاجه لفوق بتقل. يعني مستر وانت طالع لفوق بينخفض الضغط الجوي، طالما بينخفض الضغط الجوي يبقى بايه؟ ايه اللي بيحصل؟ بتقل درجه الغليان، بتقل درجه الغليان. صح ولا غلط؟ او قول لي انت، لو انا دلوقتي مثلا عندي عند مستوى سطح البحر هنا درجه الغليان مثلا كان ب 100 مستر، لو انا رفعت كده عند تل والتل ده مثلا كان على مثلا ارتفاع 300 متر، كان على ارتفاع 300 متر، درجه الغليان هتكون بكام؟ انت عارف ان درجه الغليان هتكون اقل من 100. بص بقى، بس بتتحسب بطريقه، انت كل ما ترتفع 300 متر درجه الغليان بتقل 1 درجه مئويه. انت كنت 100 صح؟ هنا هتقل 1 درجه مئويه، هنا هتبقى بكام؟ هتبقى ب 99، هتبقى ب 99. يبقى كده بالارتفاع 300 متر بقل 1 درجه مئويه. طب بقول لك ايه، انا دلوقتي محتاج ان انا الارتفاع ده ما كانش ب 300 يا مستر، انا ضحكت عليك وخليت لك الارتفاع ب 600. مستر هتعمل ايه؟ ساعتها انت كده هتقل بمقدار ايه؟ 2. انت ارتفعت 300 في الاول، قلت بمقدار 1. ارتفعت 300 تاني هتقل بمقدار كمان 1، فهتبقى ب 98، هتبقى ب 98. مستر لو جاب لي مساله مش بتزيد 300 ولا 600 ولا الكلام ده، جاب لي مساله مثلا بتزيد ب 3800، يعني رقم كبير مثلا او اي رقم كبير عموما، ساعتها اقول لك تعمل ايه؟ بص ركز معايا، اقول لك دلوقتي ان انت تعمل ايه. انا دلوقتي بقول ان انا عند 300 متر بزيد بمقدار 1 درجه مئويه. طب يا مستر انا لو طلعت مثلا ل 3800 متر مثلا ساعتها هعمل ايه؟ قال لك ساعتها هتزيد بمقدار معين، اكس مثلا، واي، اي حاجه، اي مجهول. بص في المنظر ده في الرياضه كنت بتضرب ده في ده وده في ده، صح ولا لا؟ فقال لك دلوقتي 1 في 3800 على ال 300 على ال 300 وتشوف هتطلع بكام. ساعتها ده كده مقدار الانخفاض في درجتك، وتطرحه من الدرجه الاولانيه، وتطرحه من الدرجه الاولانيه. دي طريقه حل المسائل بتاعه الضغط الجوي. لو انا معايا آلة دلوقتي كنت حسبتها لك. تعالى يا عم، تعالى احسبها لك على التليفون جنبي اهو. بص انا دلوقتي بقول ان انا ايه؟ 3800 على ال 300 هتطلع لي في الاخر
ب 12.6 تطلع لي في الاخر ب 12.6. ثواني عشان انتوا بتكتبوا لازم انجليزي، اهدى عليا يا عم الحاج. ب 12.6. طب ماشي يا مستر، انا كده قلت بمقدار 12.6. بقول لك ان درجه غليان الميه مثلا كانت ب 100 مثلا، انا اجيب لك في المساله كده وهي قلت بمقدار 12. اطرح كده هتعمل ايه؟ هتطرح 100 ناقص ال 12.6، هتطلع لك بكام في الاخر؟ هتطلع لك درجة الغليان الأخيرة هتطلع لك ب 87.4. فده كده المنظر بتاع الضغط الجوي. هل صعب؟ والله ما في حاجة صعبة لو أنت خدت كل حاجة واحدة واحدة وبتركيز. تقول لي المسألة يا مستر معقدة؟ ده أنت اللي معقد يا عم الحاج، ما تقولش كده عيب والله. بص بيقول لك دلوقتي عندنا، انا بقول لما ضغط الجو بيزيد ايه اللي بيحصل؟ درجه الغليان بتزيد. طب ما انا استخدم الحاجات دي عندنا مثلا في البيت، استخدمها ازاي يا مستر؟ تجيب حله الضغط كده، اسال ماما كده قول لها يعني ايه حله ضغط اللي هي بتاعه الضغط العالي. تلاقي الحله دي بيضغطوها او بيعملوها بمقدار معين من الضغط، يخلوا الضغط جوه الحله مرتفع، فساعتها جوه الحله درجه الغليان بتزيد. فالحاجه اللي كانت مثلا بتسخن في ساعه تسخن في نص ساعه، الحاجه اللي كانت بتسخن في ساعتين تسخن مثلا في ساعه ونص، فيقلل زمن اللي هو الاستهلاك بتاع الغاز بتاع الوقود. صح ولا لا؟ فقال لك احنا عندنا حاجه اسمها القدر القاتم اللي هو حله الضغط يعني، بس هنا في العلوم اسمها القدر القاتم. فقال لك يؤدي الى زياده الضغط وبالتالي زياده درجه الغليان، مما يقلل زمن استهلاك الطعام او زمن طهي الطعام. حاجه اللي كانت بتاخد وقت كبير تاخد وقت قليل. رقم 2 درجه نقاء الماده. ودرجه نقاء الماده دي يعني الماده دي فيها شوائب ولا لا؟ الماده دي فيها سكر، فيها ملح، اي حاجه هتغير ساعتها في ايه؟ في درجه غليان وانصهار الماده. فيقول لك عندك مثال، يقول لك انت لو دوبت 342 جرام من سكر الجلوكوز، وبالله عليك ما تقوليش اشمعنى 342، هو المثال جايبه لك كده في المنهج مش بمزاجك. لو دوبت 342 جرام من سكر الجلوكوز في 1 لتر من الميه، بس ميه مقطره، قال لك ساعتها ترتفع درجه الغليان بتصبح 100.5، هتصبح 100.5. يبقى الكل 342 جرام سكر انت بتحطه في قلب الميه، درجه الغليان بترتفع بمقدار نص، يبقى هتبقى ب 100.5. درجه التجمد او درجه الانصهار هتبقى بكام؟ قال لك ساعتها هتقل بمقدار 1.6، مش انا كنت صفر، هتقل بمقدار 1.86 اسف. قال لك ساعتها تبقى بسالب 1.86، مش انت تقل مقدار 1.86 يبقى تبقى بسالب 1.86. كده خلصنا الحاجات اللي بتغير في درجه الانصهار ودرجه الغليان. تعالى يلا ندخل على اللي بعده، والحته دي هي اللي كانت معتبر مقرفه شويه في الدرس ده. يقول لك اللي بعد كده عندنا حاجه اسمها التسامي والتساقط. يا مستر ايه هم الاثنين دولت؟ لو انا دلوقتي مثلا معايا الماده الصلبه، وقال لك الماده الصلبه دي انا سخنتها ولقيتها بتتحول لغاز على طول، يا مستر انا من المفروض في هنا ماده سائله، لا مش هتعدي على الماده السائله. عمليه تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه دون المرور للحاله السائله، قال لك دي اسمها التسامي. كان معايا حاجه صلبه سخنتها، المفروض يا مستر تعدي على السائل، لا هتعدي وتروح للغاز على طول، يبقى عمليه تحول الماده من الحاله الصلبه الى الحاله الغازيه مباشره وما عدتش على الحاله السائله، ساعتها دي اسمها عمليه التسامي. زي مين؟ زي اليود وزي التلج الجاف. مستر مين هو التلج الجاف ده؟ اليود ده عنصر واحنا عارفينه. مين التلج الجاف؟ عارف ثاني اكسيد الكربون؟ طول حياتك تعرف ان ثاني اكسيد الكربون موجود في الحاله الغازيه، ده غاز صح ولا لا؟ قال لك ثاني اكسيد الكربون بيكون موجود في الحاله الصلبه وانت ما كنتش تعرف، بس ساعتها بيكون اسمه التلج الجاف. هنا يلعب عليك في وقته المصطلح العلمي، يقول لك ثاني اكسيد الكربون في الحاله الصلبه اسمه ايه؟ اسمه التلج الجاف. حطها بص حلقه في ودنك كده، اسئله سهله وتلم بيها درجات. تمام يا مستر، انا دلوقتي كنت معايا غاز، الغاز ده انا بردته لحد ما وصل للصلب على طول، ما عداش على السائل، من غاز لصلب على طول، دي اسمها عمليه تساقط. يبقى كان معايا ماده غازيه حولتها لصلب على طول، بس لقيتها اتحولت لصلب على طول، دي اسمها عمليه تساقط. يبقى من صلب الغاز تسامي، ومن غاز لصلب تساقط. هل في حاجه صعبه؟ لا. دلوقتي يقول لك عمليه تحول الماده من الحاله الغازيه الى الحاله الصلبه، قال لك دي اسمها عمليه التساقط. لو انت ملاحظ عامل لك كده ايه هايلايت على الحاجات ايه اللي انت تعرف تحل بيها الاسئله. اول ما تلاقي مثلا من صلب الغاز تسامي، من غاز لصلب تساقط، اهو مش شرط تقرا كل التعريف ومش شرط تصعبها على نفسك، حلل السؤال هتلاقي الدنيا سهله. بص قال لك طبعا زي تكون صقيع فوق الاشجار في فروع الشجر، ساعات تلاقي فروع الشجر كده متكون عليها زي تلج، ده اسمه صقيع التلج. تعالى يلا اما نكمل. بص قال لك احنا عندنا دلوقتي مقارنه بين عمليه التبخر وبين عمليه الغليان او درجه الغليان. بص
عمليه التبخر الحاجه بتتبخر في اي درجه حراره. يعني مثلا تعالى مثلا على نهر النيل او البحر. بص البحر ده فيه شمس صح ولا لا؟ فالشمس دي بتطلع درجه حراره. هل البحر بيغلي؟ لا يا مستر، بس بيتبخر. طب ازاي بيتبخر؟ قال لك لان عمليه التبخر مش لازم توصل ل 100 درجه مئويه الميه عشان تتبخر، لا دي بتتبخر عند اي درجه حراره، بتتبخر عند اي درجه حراره. ده رقم واحد. يبقى عمليه التبخر بتحصل عند اي درجه حراره. انا عندي مثلا البحر بيكون عامل كده، السطح من فوق كده والبحر غويط لتحت. قال لك عمليه التبخر بتحصل للجزيئات الخارجيه فقط، الجزيئات اللي على السطح دي بس. ليه؟ الحراره مش واصله لتحت، الحراره مش واصله لتحت، فبتحصل لجزيئات سطح السائل فقط. طب ماشي، عمليه التبخر بتاخد مده كبيره يا باشا، انت بتسخن بالراحه فاخد مده كبيره براحتي. ده رقم 3. رقم 4 وقال لك ان احنا عندنا لما الحاجه بتتبخر هل بتلاقيها بتغلي وتكون فقاعات بتعمل بقليل زي الميه لما بتغلي على البوتاجاز؟ لا، عند عمليه التبخر لا يصاحبها فقاعات غازيه، لا يصاحبها فقاعات غازيه. اعكس كل الكلام ده في الغليان. الغليان لازم تتم عند درجه حراره معينه. لو انا معايا دلوقتي مثلا كوبايه ميه، كوبايه الميه دي عشان اغليها وتوصل لدرجه الغليان لازم توصل ل 100 درجه مئويه، لازم توصل ل 100 درجه مئويه. وهتلاقي ان كل جزيئات السائل بتتخانق مع بعضها كده، فبتحصل لكل جزيئات السائل مش على السطح بس، كمان ايه بتتم في فتره قصيره، بتاخد فتره قصيره. وكمان هتلاقي ان في فقاعات غازيه جوه كده، هتلاقي في بقليل بتحصل صح ولا لا؟ بتسميها انت بقليل، دي اسمها فقاعات غازيه بتحصل في درجه الغليان. فده لو قال لك قارن بين التبخر والغليان، والكلام ده برضو انت خدته السنه اللي فاتت والله في الترم الثاني، بس انت بس مش فاكر. مستر في جزء كمان خدته وكان معقدك السنه اللي فاتت. بص دلوقتي في اي عمليه انا اقولها لك انت عندك حاجه اسمها متغيرات. يعني ايه متغيرات؟ انا لما اجي اعمل تجربه، التجربه دي انا بغير فيها حاجات عشان اعرف التجربه بتاعتي ايه اللي هيحصل صح ولا لا؟ طب ماشي، انا دلوقتي عندي 3 متغيرات، فلازم تكون عارفهم وتكون عارف كل واحد اللي بيحصل فيه عشان تفهم التجارب. يقول لك دلوقتي رقم 1 المتغير المستقل. المتغير المستقل ده انا اللي بغيره. مثلا انا عايز اشوف التبخر، معدل التبخر هيزيد ولا هيقل لما ازود في درجه الحراره. بص انت قلت هتزود في درجه الحراره، انت اللي هتزود في درجه الحراره، يعني هتغير في درجه الحراره. فدرجه الحراره هنا هتكون متغير مستقل، يبقى كده الحاجه اللي انت بتغيرها بمزاجك اسمه متغير مستقل. يبقى العامل الذي يتم تغييره اثناء التجربه انت اللي بتغيره اثناء العمليه او اثناء التجربه اسمه متغير مستقل. رقم 2 انت بتجرب درجة الحرارة لما تزيد ايه اللي هيحصل في معدل التبخر، يعني مين اللي هيتغير نتيجة اللي انت غيرته ده، اسمها عملية التبخر. فالتبخر معدل التبخر لما بتزود في درجة الحرارة طبعا معدل التبخر يزيد، الحاجة تتبخر اسرع. فقال لك انت كده عندك حاجة تبعت اللي هي درجة الحرارة، هي معدل التبخر، فساعتها بسميه متغير تابع، وهو المتغير الذي يتغير بتغير المتغير المستقل. ارنبنا في منور انور دي صح ولا لا؟ ركز معايا. يقول لك المتغير التابع هو المتغير الذي يتغير بتغير المتغير المستقل، يعني اتغير نتيجه تغير مين؟ المتغير المستقل. ده المتغير التابع، اتغير نتيجه حاجه انا غيرتها تابعه الحاجه. طب مستر انا بقول لك ان انا بسخن مثلا في مثلا حته من الازاز او اي حاجه، المهم ان احنا عندنا في حاجه اسمها متغيرات ضابطه، يعني ما بتتغيرش اثناء العمليه، انا مش محتاجه اصلا، ما بتتغيرش اثناء العمليه فبتضل ثابته. طب يا مستر ايه اللي هيأثر في معدل التبخر بتاع الميه او بتاع الحاجه؟ 4 حاجات تأثر: درجه حراره ومساحه سطح وتيارات هوائيه ونسبه رطوبه. تعال نتكلم عن واحد. درجه الحراره لما تزيد هتلاقي معدل التبخر بيزيد، يعني انا دلوقتي لو معايا كوبايه وبسخنها كل ما تزود النار وتزود درجه الحراره تلاقيها بتتبخر اكتر. رقم 2 مساحه السطح. يعني ايه؟ تعال على البحر لو انا مثلا بقول لك حجمه قد كده، طب تعالى مش انا بقول لك عمليه التبخر بتحصل لجزيئات سطح السائل فقط، انا بقول لك بص السطح قد ايه؟ السطح هنا قليل مساحته صغيره. طب تعالى لو انا بقول لك انا عندي بحر بنفس العرض ده، بص مساحه السطح قد ايه؟ مساحه السطح كبيره، فهنا اكيد في عدد جزيئات اكبر، فكلما زادت عدد الجزيئات يعني كلما زادت مساحه السطح، بالتالي في جزيئات اكتر هتتبخر فتزداد او يزداد معدل التبخر، يبقى درجه حراره
حراره تزيد معدل تبخر يزيد. قال لك طب تعالى كمل مساحه السطح بقى، ايه اللي يحصل لها لما مساحه السطح انا بزودها؟ ساعتها بيزداد معدل التبخر. اسالك سؤال، درجه الحراره هنا متغير ايه؟ مش انا اللي بغيرها، يبقى متغير مستقل. ده هنا في تجربه درجه الحراره معدل التبخر متغير تابع، معدل التبخر متغير تابع. طب تعالى مساحه السطح، مساحه السطح انا كبرته فانا عمال اغيره، فساعتها مساحه السطح تكون متغير ايه؟ مستقل. انا اللي بغيره تكون متغير مستقل. طب يا مستر انا لما غيرت مساحه السطح ساعتها معدل التبخر اتغير فيكون متغير تابع، يكون متغير تابع. تعالى الرقم 3، التيارات الهوائيه. التيارات الهوائيه دي هتزود لك من طاقه حركه الجسيمات يعتبر، فقال لك ساعتها برضه معدل التبخر يزيد، معدل التبخر يزيد. فانت دلوقتي عندنا 3 حاجات، درجة حرارة تزيد معدل تبخر يزيد، مساحة السطح تزيد معدل تبخر يزيد، وكمان تيارات هوائية تزيد معدل تبخر يزيد، معدل تبخر يزيد. يبقى كده بزيادة معدل التبخر قال لك احنا بيزداد امتى؟ لما درجة الحرارة تزيد او مساحة السطح تزيد او التيارات الهوائية تزيد. كمل ما عدا حاجة واحدة، نسبة الرطوبة. نسبة الرطوبة، وما معنى كلمة نسبة الرطوبة يا مستر؟ لو انا دلوقتي معايا علبة مقفولة كده وحطيت فيها هنا ميه وحطيت فيها هنا ميه، العلبه دي مقفوله صح، وسخنت الميه دي، الميه دي المفروض هتتبخر صح، تتبخر تطلع فوق. قال لك ساعتها تطلع فوق تتكثف على بعضها وتكون ميه تاني تنزل صح ولا لا؟ يعني الميه اللي انا بخرتها نزلت لي تاني، انا كده ببخر حاجه؟ ده الميه هي زي ما هي صح ولا لا؟ فساعتها بيقل معدل التبخر، يقل معدل التبخر. يبقى لما نسبه الرطوبه تزيد، معنى كلمه رطوبه بخار الميه طلع ونزل في نفس المكان، انا كده غيرت في الميه اللي معايا؟ لا، يعني معدل التبخر بيقل، معدل التبخر بيقل. يبقى لما نسبه الرطوبه تزيد معدل تبخر يقل، معدل تبخر يقل. فالاثنين عكس بعض، الاثنين عكس بعض. يبقى كده تاني انا معايا 4 حاجات ممكن يغيروا لي في معدل التبخر، ممكن يغيروا في معدل التبخر. 4 حاجات، درجه حراره تزيد، معدل تبخر يزيد، مساحه السطح تزيد، تيارات هوائيه تزيد. ال3 حاجات دولت يغيروا في مساحه في درجه معدل التبخر علاقه طرديه، يعني بيزيدوا مع بعض وبيقلوا مع بعض. طب تعالى نسبه الرطوبه، لما نسبه الرطوبه تزيد معدل التبخر يقل، طب لو نسبه الرطوبه قلت معدل التبخر يزيد. فلازم تبقى فاهم كل الكلام ده. طب تعالى يقول لك دلوقتي اخر حاجه تعتبر في الدرس اهي، يقول لك احنا عندنا علم الميه وهي علم الهيدرولوجيا. فقال لك علم الهيدرولوجيا ده ان انت عندك الميه بتعمل ايه؟ الميه بتبقى موجوده هنا، قال لك الميه دي بتتبخر، وبعد ما تتبخر تطلع لفوق، بعد كده تتكثف، وبعد كده تنزل على هيئه مطر سقوط امطار، فرجعت لمكانها تاني. فعلم الميه ده اسمه دوره الميه، وان انت عندك دوره الميه يعني الميه بتتغير في جميع الاتجاهات، بتتغير ما بين الحالات. يقول لك كانت ميه بعد كده اتبخرت بقت ايه؟ غاز، بعد ما تتبخر تبقى بخار ميه اللي هو غاز، تتكثف تاني وترجع تنزل على هيئه مطر اللي هو ينزل في الاخر في نفس البحيره تاني، او ينزل عموما على الارض. فدي اسمها دوره الميه، دي اسمها دوره الميه. مستر عندنا حاجه مهمه جدا اسمها القهوه الفوريه او سريعه الذوبان. يعني ايه؟ بجيب شويه قهوه مركزين، ماشي، شويه قهوه مركزين زي القهوه اللي انا بجيبها، وقال لك القهوه دي بحطها في قلب كده جهاز. الجهاز ده بيكون بيعمل ايه؟ اول حاجه الجهاز ده بيطلع القهوه على هيئه رذاذ. يعني ايه على هيئه رذاذ؟ امسك الريحه، ازازه الريحه بتاعتك ورش، هتلاقي ان الريحه بتطلع على هيئه رذاذ. مساحه السطح كبيره، مساحه السطح كبيره. لما مساحه السطح تزيد معدل التبخر يزيد، معدل التبخر يزيد. ده رقم 1. وتعرضها لدرجه حراره 250 درجه مئويه، 250 درجه مئويه. لما درجه الحراره تزيد، درجه حراره عاليه، درجه حراره تزيد معدل تبخر يزيد. فانت كده زودت حاجتين بيزودوا في معدل التبخر، فاكيد معدل التبخر هنا هيزيد صح ولا لا؟ فقال لك انت لما بتزود مساحه السطح كده، وساعتها لما برضو بتزود في درجه الحراره بتزود في معدل التبخر. مستر هستفاد بايه؟ ساعتها بتصنع بولورات قهوه فوريه، القهوه اللي انت بتعملها في البيت دي بتبقى دايما كده وناعمه، فساعتها بتصنع القهوه اللي انت بتعملها بسرعه. في حاجه صعبه؟ لا، ده كده ملخص الدرس الثاني. قال لك تعالى يلا ندخل على الدرس رقم 3. يقول لي دلوقتي في الدرس الثالث اول حاجه كلمني عنها حاجه اسمها النظام، حاجه اسمها النظام. يا مستر يعني ايه النظام؟ بص، انا دلوقتي مثلا لو جايب كوبايه شاي، وكوبايه الشاي دي مثلا كانت بتغلي على البوتاجاز، ماشي مستر كوبايه الشاي دي يعتبر بالنسبه لي نظام، يعتبر بالنسبه لي نظام. يعني ايه يا مستر؟ برضه انا مش فاهم. مش ده جزء كده من الكون؟ يعني ده جزء من الحياه اللي احنا عايشين فيها؟ اه يا مستر. كمل ايه اللي انت عايز تقوله. انا دلوقتي حاطط في كوبايه الشاي دي ميه، الميه دي بتغلي صح، الميه دي بتطلع بخار ميه، بتطلع بخار ميه، يعني الماده بتاعتي بتتبخر، الماده بتاعتي بتتبخر. حصل تغير في الماده ولا لا؟ حصل يا مستر تغير في الماده. الماده كانت مثلا كتيره اتبخرت فبقت اقل،
ماشي، حصل تغير في الماده. انا معاك هنا لحد هنا يا مستر. كوبايه الشاي دي بتشع حراره ولا لا؟ بتطلع حراره ولا لا يا مستر؟ بتطلع حراره، يعني بتفقد حراره، يعني بتفقد حراره. طب ماشي، بس يعني بتطلع لي حراره بره، يعني لما اجي امسكها بحس بسخونه، صح ولا لا؟ فقال لك هي كده الطاقه بتتغير ولا لا؟ فعلا الطاقه بتتغير. يبقى لما يحصل تغير في الطاقه او في الماده او في الاثنين مع بعض، ده اسمه النظام، ده اسمه النظام، ده اسمه النظام. اي جزء من الكون بيحصل فيه تغير في الطاقه والماده، اي جزء من الكون بيحصل فيه تغير في الطاقه او الماده، عندي منه 3 انواع. النظام المفتوح زي اللي انا لسه قايله لك كده، يحصل تبادل في الطاقه والماده، يحصل تبادل في الطاقه والماده. رقم 2 النظام المغلق. النظام المغلق يا مستر، النظام المغلق ده بص، لو انا دلوقتي جبت ازازه كنز، ازازه الكنز دي مقفوله، ازازه الكنز دي مقفوله، امسك ازازه الكنز من بره هتلاقيها ساقعه، صح؟ يعني الطاقه بتاعتها بتتغير ولا لا؟ مستر بتتغير ازاي؟ يعني بتفقد طاقه ولا لا؟ هتبرد ولا لا؟ بتفقد طاقه، بتفقد طاقه. الحاجه الساعه اللي جوه اتبخرت، حصل لها حاجه، الماده اللي جوه هتتغير؟ لا، ده مقفوله، صح ولا لا؟ فقال لك ده اسمه نظام مغلق، ده اسمه نظام مغلق، بيحصل تبادل فيه في الطاقه فقط، بيحصل تبادل في الطاقه فقط. يبقى تبادل في الطاقه بس نظام مغلق. طب تبادل في الطاقه والماده نظام مفتوح، نظام مفتوح. قال لك بعد كده عندنا النظام المعزول، عندنا النظام المعزول. عارف الترمس الشاي اللي هو المج الحراري، يعني زي ما انت بتقول المج الحراري ده او الترمس، قال لك المج الحراري ده بيحافظ على درجه الحراره لمدى كبير جدا، فهو اسمه نظام معزول، ولا بيحصل تبادل في طاقه ولا في ماده، ولا بيحصل تبادل في طاقه ولا في ماده. امسكه من بره كده هتلاقيه ساقع، رغم ان ممكن يكون جوه حاجه مغليه اصلا، صح ولا لا؟ فقال لك احنا كده عندنا 3 انظمه، نظام مفتوح تبادل طاقه وماده، نظام مغلق تبادل طاقه فقط، نظام منعزل قال لك ده ولا تبادل في طاقه ولا تبادل في ماده، ولا تبادل في طاقه ولا تبادل في ماده. هل في حاجه صعبه؟ ده كده تعريف الانظمه وتعريف النظام. ندخل بعد كده، احنا قلنا ان الماده عندنا كام حاله؟ 3 حالات، صلبه وسائله وغازيه. اي ماده قلنا جوه جسيماتها طاقه وضع وطاقه حركه. عايزين نسال نفسنا احنا عندنا طاقه الوضع امتى هتزيد وامتى هتقل، وطاقه الحركه نفس الكلام. تعالى كده واحده واحده واحنا قاعدين رايقين. انا بقول لك اعمل ايدك كده، دي كده الماده الصلبه، دي كده الماده الصلبه. طاقه الوضع عندها ايه؟ بص، هي عايزه تتحرك وعايزه تفك من نفسها كده، فبتكون مخزنه طاقه كبيره، بتكون مخزنه طاقه كبيره. طالما مخزنه طاقه كبيره يبقى طاقه الوضع بتاعتها كبيره، طاقه الوضع بتاعتها كبيره. ماشي يا مستر، يبقى طاقه الوضع بتاعت الماده الصلبه كبيره، طاقه الوضع بتاعتها بتكون كبيره. طاقه الوضع على طول عكس طاقه الحركه. مستر هو الماده الصلبه عارفه تتحرك اصلا؟ ده بقول لك بتتحرك حول موضعها بالعافيه. فقال لك ساعتها طاقه الحركه قليله، طاقه الحركه قليله. فقال لك احنا كده عندنا طاقه الوضع في الحاله الصلبه بتكون كبيره وطاقه الحركه بتكون قليله. دي علل ليه ودي علل ليه. طاقه الوضع بتكون كبيره في الماده الصلبه، قال لك عشان قوه التجاذب بتكون كبيره جدا او قويه جدا. مستر طب ليه يا مستر طاقه الحركه بتكون قليله؟ قال لك لانها تهتز حول موضعها، انت مش عارف تحرك ايدك اصلا، تهتز حول موضعها. طب تعالى رقم 2 الماده السائله. الماده السائله طبعا هتكون متوسطه في الاثنين، متوسطه في طاقه الوضع ومتوسطه في طاقه الحركه. طب علل ليه؟ لان احنا هنا عندنا المسافات البينيه بتكون كبيره نسبيا او ضعيفه وصغيره نسبيا، وكمان بتكون قوه التجاذب ضعيفه نسبيا. طب تعالى على الماده الغازيه. الماده الغازيه قال لك طاقه الوضع عندها بص كله سايب بعضه، مش مخزنين طاقه اصلا، طاقه الوضع عندها شبه منعدمه، شبه منعدمه. طب طاقه الحركه بتتحرك بحريه تامه، يبقى طاقه الحركه اكبر ما يمكن، طاقه الحركه اكبر ما يمكن. بص بقى، اي ماده لازم يكون عندها طاقه وضع وطاقه حركه. لو انت جمعت المادتين على بعض او جمعت الطاقتين على بعض، ساعتها يطلع لك حاجه اسمها الطاقه الداخليه للنظام، هيطلع لك حاجه اسمها الطاقه الداخليه للنظام، وهي مجموع طاقتي الوضع والحركه، مجموع طاقتي الوضع والحركه. يبقى لما اجمع طاقه وضع على طاقه حركه هيطلع لي حاجه اسمها الطاقه الداخليه للنظام، هيطلع لي حاجه اسمها الطاقه الداخليه للنظام. طب يا مستر طاقة الحركة دي كانت بتتوقف على ايه؟ على درجة الحرارة، على درجة الحرارة. طب ماشي يا مستر، طب انا دلوقتي الطاقة الداخلية للمادة عايز اغيرها، اغير ايه؟ رقم 1 ممكن تغير درجة الحرارة عشان هتزود لك في طاقة الحركة، صح ولا لا؟ وهتقلل لك في طاقة الوضع. طب ماشي، طب تعالى هنا الكتلة، ايه العلاقة يا مستر ما بينها وما بين درجة الحرارة برضو، او ما بينها وما بين الطاقة الداخلية للجسيمات دي؟ بص، كتله يعني عدد الجسيمات يزيد، عدد الجسيمات يزيد. لما عدد الجسيمات يزيد يبقى كده انا عندي متوسط طاقه الحركه وطاقه الوضع هما كمان بيزيدوا. ازاي يا مستر برضو؟ لو انا دلوقتي معايا جسيم واحد مثلا، معايا ماده متكونه من 10 جسيمات جنب بعض، كل جسيم مثلا كان جواه طاقه 10 مثلا، جواه طاقه بمقدار 10. لو انت عايز تجمعهم 10 10 ب 100، طب بقول لك ايه، انا معايا دلوقتي ماده متكونه نفس الماده بس متكونه من 20 جسيم، جسيمات كتيره قوي، يبقى برضو الطاقه الداخليه هتزيد. يبقى كل ما عدد الجسيمات زاد الطاقه الداخليه هتزيد. نوع الماده يعني على حسب نوع الماده، والكلام ده هنتكلم عنه دلوقتي.
والحاله الفيزيائيه يعني الماده صلبه ولا سائله ولا غازيه. عشان لسه قايل الماده الصلبه طاقه الوضع وطاقه الحركه بتكون فيها مثلا طاقه الوضع اكبر ما يمكن، طاقه الحركه اقل ما يمكن. يبقى ايه برضو على حسب الحاله الفيزيائيه، يعني صلب ولا سائل ولا غاز. طب يا مستر انا دلوقتي محتاج اشوف اسمه ايه ده، محتاج اشوف درجه الحراره هتغير في ايه. قلنا بتغير في متوسط طاقه الحركه. يعني انا لو حبيت ادي تعريف يا مستر لدرجه الحراره اقول لك هي متوسط طاقه حركه الجسيمات. صح والله، هي متوسط طاقه حركه الجسيمات. يبقى مقياس لمتوسط طاقه الحركه هو درجه الحراره. درجه الحراره يبقى درجه الحراره هتغير لي في طاقه الحركه، هتغير لي في طاقه الحركه. طب مستر انا محتاج احسب متوسط طاقه حركه النظام، يعني المتوسط بتاعه بيتحرك ازاي. بص لو انا دلوقتي مثلا معايا جسيمات كتير، مثلا معايا جسيم طاقة الحركة فيه ب20، ومعايا جسيم طاقة الحركة مثلا فيه ب10، ومعايا جسيم مثلا طاقة الحركة فيه مثلا ب15، ومعايا جسيم طاقة الحركة فيه مثلا ب35 مثلا. ركز معايا ب35. محتاج احسب متوسط طاقة الحركة، محتاج احسب متوسط طاقة الحركة في المادة دي كلها. في المتوسط في الرياضة بتعمل ايه؟ بتجمع كل دولت وتقسم على عددهم. اجمعهم لي 20 زائد ال10 زائد ال15 زائد ال35. صح ولا لا؟ على عددهم ادي واحد، استني بس تعالى انت هنا، ادي واحد ادي 2 3 4 على 4، وتحسب هتطلع بكام، وتحسب هتطلع بكام. انت كده جبت متوسط طاقة الحركة، جبت متوسط طاقة الحركة. يبقى كده متوسط طاقة حركة الجسيم كله، الجسيمات بتاعة النظام كلها، قال لك بتساوي مجموع طاقة حركة الجسيمات كلها على عددهم. المتوسط بقسم بجيب المجموع على العدد، بجيب المجموع على العدد. طب يا مستر لو دلوقتي كل جسيمات الماده متساويه، بقول لك ايه، انا عندي مثلا 5 جسيمات كلهم ب10 10 10 10، كلهم بعشرات، كلهم بعشرات. يعني يا مستر ساعتها ايه اللي يحصل؟ اجمع كده 10 زائد 10 زائد 10 تطلع لك ب50، واقسم 50 على عددهم، 50 على 5 هتطلع لك فيها ال10. ايه ده يا مستر؟ ده طاقه اللي هو النظام كله بتساوي طاقه الجسيم الواحد لما كانت كل الجسيمات متساويه، لما كانت كل الجسيمات متساويه. هل في حاجه صعبه او في حاجه مش مفهومه؟ والله كله سهل. يبقى كده لو بص كاتب لك كده باللغه العاميه، لو طاقه حركه الجسيمات كلها متساويه، استنى بس اجيب القلم الثاني، لو طاقه حركه الجسيمات كلها متساويه يكون متوسط طاقه حركه النظام مساوي لطاقه حركه الجسيم الواحد. في حاجه صعبه؟ لا. طب ماشي يا مستر، لو انا معايا ميه سخنه، الميه السخنه بتغلي يعني كده طاقه الحركه كبيره، ميه بارده يعني طاقه الحركه قليله، انهي الاكبر؟ طاقه الحركه بتاعه الميه السخنه طبعا اكبر. يقول لك معايا هواء ساخن ومعايا هواء بارد، طاقه الحركه هتكون في مين اكبر؟ طبعا في الهواء الساخن. كل ما درجه الحراره تزيد متوسط طاقه الحركه تزيد. دي مش محتاجه دي، ماشي. طب يقول لك دلوقتي مقدار التغير في درجه الحراره، يعني درجه الحراره لما تتغير هي بتتغير عشان ايه او على حسب مين؟ بتزيد وبتقل على حسب مين؟ على حسب 3 حاجات: كتله الماده ونوع الماده وحاله الماده. كتله ماده ونوع ماده وحاله الماده. تعال نتكلم عن واحده واحده. بص يقول لك دلوقتي انا مثلا اديك تجربتين. يقول لك انا دلوقتي لو معايا مثلا، نجيب القلم ده، نجيب اللون ده، يقول لك مقدار الارتفاع في درجه الحراره بيقل بزياده الكتله. مثلا انا مش فاهم حاجه، اشرح لي. لو معايا دلوقتي كوبايتين، الكوبايتين دول حطيت هنا مثلا كلها ميه، كلها ميه، حطيت مثلا 5 لتر ميه، ماشي يا مستر. طب دلوقتي حطيت هنا مثلا شويه ميه قليلين، مثلا 2 لتر، مثلا 2 لتر. سخن الاثنين، مين اللي هيسخن اسرع؟ طبعا ال2 لتر، طبعا ال2 لتر. فقال لك دلوقتي انت لما بتقلل في الكتله، اللي بيحصل الحاجه بتسخن اسرع، الحاجه بتسخن اسرع، فمقدار الارتفاع في درجه الحراره بيكون اكبر. تاني انا دلوقتي معايا كتله كبيره، بص بالبلدي انت داخل تعمل شاي، حطيت في البراد كله ميه وانت تعمل كوبايه واحده، ده انت هتقعد جنب البراد سنه عشان يغلي، صح ولا لا؟ طب انت حطيت الكوبايه بس على النار، طبعا هتغلي بسرعه. فكل ما قللت في كميه الميه، في كتله الميه، ساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها انت بتسخن اسرع، فمقدار الارتفاع في درجه الحراره بيزيد. بالله عليك مش درجه الحراره اللي بتزيد، مقدار الارتفاع في درجه الحراره اللي بتزيد. يعني الحاجه بتسخن بسرعه، بالعاميه الحاجه بتسخن بسرعه. طب بالعلم كده مقدار الارتفاع بيزيد، مقدار الارتفاع في درجه الحراره بتزيد. يبقى كده لما الكتله تقل او لما الكتله تزيد، مثلا في المثال اللي عندنا لما الكتله تزيد يبقى درجه مقدار التغير في درجه الحراره بيقل، يعني درجه الحراره بتزيد ببطء. يبقى كده طب علل الكلام ده ليه؟ دلوقتي لو انا عندي ال2 لتر دولت متوزعين مثلا على 30 جسيم، طبعا لما يبقوا 5 لتر صح، ايه اللي هيحصل؟ مثلا يبقوا حوالي 50 جسيم او كتير، صح ولا لا؟ فالجسيمات بتزيد. طب لما عدد الجسيمات تزيد انت هتسخن،
فالجسيم ده ياخد طاقه وده ياخد طاقه وده ياخد طاقه. دلوقتي لو انت مثلا معاك 100 جنيه توزعهم على 50 واحد احسن ولا توزعهم على اثنين؟ طبعا اوزعهم على اثنين، كل واحد ياخد 50 صح ولا لا؟ ياخد عدد كبير. فقال لك هنا غير هنا. فانت لما عدد الجسيمات بيزيد، لما عدد الجسيمات بيزيد كل واحد محتاج طاقه، فساعتها مقدار الارتفاع في درجه الحراره بيقل. ده انا اوزع لده واوزع لده واوزع لده، فالحاجه تسخن ببطء، الحاجه تسخن ببطء. يبقى كده لما الكتله تزيد الحاجه تسخن ببطء، باللغه العاميه كده تسخن ببطء، تسخن ببطء. طب ماشي يا مستر، ده باللغه العاميه، يعني ايه باللغه العربيه؟ لما الكتله بتزيد مقدار الارتفاع في درجه الحراره بيقل، مقدار الارتفاع في درجه الحراره بيقل. ليه؟ بسبب زياده عدد الجسيمات، بسبب زياده عدد الجسيمات. بالبلدي اهو كاتب لك بالبلدي، كل لما الكتله تزيد الحاجه تسخن ببطء، الماده تسخن ببطء. كمل. نوع الماده، نوع الماده مستر ايه العلاقه بيه؟ بيتحسب على حاجه اسمها الحراره النوعيه، بيتحسب على حاجه اسمها الحراره النوعيه. يا مستر ايه الحراره النوعيه؟ ما تلخبطنيش بالله عليك، انت في المهم فهمت كتله الماده؟ تعالى لنوع الماده. بص تعالى مثلا على مثلا وانت واقف في المصيف، تعالى كده اطلع من الميه، تبقى طالع من الميه الجو جميل يا لهوي والميه ساقعه وحلوه قوي، مع انك انت في الصيف والميه ساقعه. طب تعالى بقى تطلع على الرمله، هتلاقي الميه الرمله مولعه، الرمله مولعه، رغم ان الرمله والميه موجودين في نفس المكان، رغم ان الاثنين موجودين في نفس المكان. ليه يا مستر الرمله سخنت بسرعه والميه ما سخنتش؟ قال لك ده تبعا لحاجه اسمها الحراره النوعيه، تبعا لحاجه اسمها الحراره النوعيه. يعني على حسب نوع الماده، الماده دي بتسخن ببطء ولا بسرعه، الماده دي تسخن ببطء ولا بسرعه. فمثلا الميه حرارتها نوعيه كبيره فمحتاجه طاقه كتير عشان تسخن، فتسخن ببطء، تسخن ببطء. مش فاهم مستر؟ تعالى كده اشرح لي على مثال تاني، تعالى ركز معايا. انا دلوقتي لو جبت كوبايه ميه، ركز معايا، لو جبت كوبايه ميه، اكتب بقى يا عم الحاج، لو جبت كوبايه ميه، تكريت الميه انا عارف، ركز معايا معلش. جبت كوبايه ميه، كوبايه الميه دي موجوده في درجه حراره الغرفه، موجوده في درجه حراره الغرفه. درجه حراره الغرفه بكام يا مستر؟ ب 25. انت ما تعرفش، انا بعرفك اهو، درجه حراره الغرفه العاديه ب 25 درجه مئويه. ماشي، انا محتاج ارفع درجه الحراره اخليها 26، محتاج ارفع درجه الحراره اخليها 26. كتله الميه اللي انا جايبها دي 1 كيلو او 1 لتر يعني عموما. بص انا محتاج يا مستر ارفعها درجه حراره واحده بس. طب انا ازاي ده اعمله؟ انا ممكن اسخنها تبقى 27 ولا 28، انا محتاج ارفع درجه حراره واحده بس. قال لك احنا عندنا قانون اسمه الحراره النوعيه، بيقول لك ايه؟ ان انت عشان ترفع 1 كيلو من الماده 1 درجه مئويه بتحسب حاجه اسمها الحراره النوعيه. مش انت اللي بتحسبها، هي كده كده انت حافظها، كلام مش متوسع عندك قوي، فما توسعش الدنيا على نفسك. يقول لك انت هنا هتسخن، يعني السخونيه دي طاقه صح؟ فتدي طاقه بمقدار، لو انت دي ميه 4180 جول، يعني تدي طاقه 4180 عشان ترفع 1 درجه مئويه. يعني كده الميه محتاجه طاقه كتير عشان ترفع 1 درجه مئويه بس. يبقى كده لما الحراره النوعيه تزيد، الحراره النوعيه بتاعت الماده بتزيد، يبقى الحاجه كده تسخن ببطء عشان محتاجه طاقه كتير، محتاجه طاقه كتير. مستر الحراره النوعيه بتقل، الحراره النوعيه بتقل، لما الحراره النوعيه تقل يبقى كده الحاجه تسخن بسرعه، الحاجه تسخن بسرعه، محتاجه طاقه قليله. زي مثلا الزئبق، تلاقي الزئبق الحراره النوعيه ب 140، يعني انا محتاج 140 طاقه بس صح ولا لا؟ قال لك عشان تسخنه، فقال لك طبعا هنا هيسخن بسرعه، طبعا هنا يسخن بسرعه. فالحراره النوعيه كميه الحراره اللازمه لرفع 1 كيلو جرام من الماده بمقدار 1 درجه مئويه. الحراره النوعيه في الميه طبعا انت لازم تكون حافظها ب 4180، وهي اعلى الحرارات النوعيه، وهي اعلى الحرارات النوعيه. يقول لك دلوقتي كلما زادت الحراره النوعيه كل مقدار الارتفاع في درجه الحراره. يعني لما بزود حراره نوعيه الحاجه بتسخن ببطء، الحاجه بتسخن ببطء. قال لك ليه؟ قال لك ساعتها بالبلدي كده، بيقول لك لما الحراره النوعيه بتزيد الماده بتسخن ببطء، الماده بتسخن ببطء. بيقول لك علل عند تسخين كتلتين متساويتين من الزيت والماء بنفس المصدر الحراري نفس الفتره الزمنيه يكون مقدار الارتفاع في الزيت اكبر من الميه، لان الزيت حرارته النوعيه اقل من الميه، او لان الحراره النوعيه للماء اكبر من الزيت. الاثنين صح عادي. في حاجه صعبه او في حاجه مش مفهومه؟ لا. بص قال لك عندنا تطبيق علمي كده او تطبيق عملي اسمه الرادياتير. الرادياتير ده بيكون موجود في العربيه. تعالى انا احكي لك القصه بالبلدي، نرجع كده تاني. بص دلوقتي في العربيه هتلاقي الراجل قبل ما يطلع المشوار بتاعه، بابا او اي حد او السواق، قبل ما يطلع على العربيه يقول لك انا لازم اغير الميه بتاعت العربيه. مستر هما ليه بيحطوا ميه في العربيه؟ الميه دي بتبرد الموتور، بتبرد الموتور. مستر ايه اللي انا بستفاده برضه؟ ليه ما بحطش اي ماده ثانيه؟ ليه ما بحطش زيت؟ ليه ما بحطش زئبق؟ الميه حرارتها النوعيه مرتفعه، انا محتاج ابرد الحاجه صح؟ فمحتاج لما حاجه تسخن جنبيها ما تتاثرش صح ولا ما تتاثرش بسهوله. مثلا انا بحط الميه، الموتور بيسخن، الموتور يسخن، المفروض هو اللي يسخن الميه، لا الميه ما تسخنش. يقول لك انا حرارتي النوعيه كبيره، الميه حرارتها النوعيه كبيره فبتسخن ببطء، تسخن ببطء، فهي اللي تبرد الموتور، فهي اللي تبرد الموتور. طب ماشي، تخيل كده تحط زئبق.
زئبق بيسخن عند اللي هو الحراره النوعيه بتاعته 140، يعني بيسخن بسرعه، بيسخن بسرعه. يعني انا هحطه العربيه، لو انا حطيت زئبق الاقي الزئبق بيسخن بسرعه يفرقع لي العربيه اصلا، صح ولا لا؟ فانا بحط ميه ليه؟ لان الحراره النوعيه بتاعت الميه كبيره. الرادياتير ده نظام تبريد متصل بمحركات السيارات عشان ان هو يغيرها. قال لك طب دلوقتي الحاله الفيزيائيه للماده دي برضو تبع لحاجه اسمها الحراره النوعيه. تلاقي مثلا الحراره النوعيه بتاعه الثلج اقل من الحراره النوعيه بتاعه الميه. يقول لك ليه الثلج بيسيح اسرع من الميه او بيسخن اسرع من الميه؟ لان الحراره النوعيه للماء اكبر حاجه، اكبر من الحراره النوعيه للثلج. كده الحمد لله نكون خلصنا الدرس الثالث. خش على طول على الدرس الرابع، يلا خلينا نخلص. الدرس الرابع بيكلمني عن حاجه اسمها الحراره. عارف ان انت زهقت من الحراره والميه، كرهت تشرب ميه اصلا. بص عندي دلوقتي الدرس الرابع وهي الحراره. يعني مستر حراره، انا محتاج اعرف معنى كلمه حراره. بص انا دلوقتي لو معاك كوبايه شاي، كوبايه الشاي دي مسكتها، ايه اللي بيحصل؟ الحراره بتنتقل من كوبايه الشاي لايدي، فالحراره تنتقل من الجسم المرتفع في درجه الحراره الى الجسم المنخفض في درجه الحراره، فده كده اسمه الحراره، ده كده اسمه تعريف الحراره. هي الطاقه التي تنتقل من نظام الى اخر، بس المهم في اختلاف في درجه الحراره من المرتفع للمنخفض، من المرتفع في درجه الحراره الى المنخفض في درجه الحراره. تيجي تفضل ماسك كوبايه الشاي شويه كده، مسكتها مثلا ربع ساعه، تلاقي درجه حرارتك نفس درجه حراره كوبايه الشاي بتاعت ايدك. ايه ده؟ يعني الاثنين وصلوا لدرجه حراره واحده، الاثنين وصلوا لدرجه حراره واحده. الحاله دي تسمى بحاله الاتزان الحراري، وهي الحاله اللي النظامين فيها بيوصلوا لنفس درجه الحراره، بيوصلوا لنفس درجه الحراره. طب مستر درجه ايد، حراره ايدي دي زي دي بالظبط، مثلا دي ب 38 ولا 37 ودي ب 37، قيسهم ببعض. ايه ده؟ انا ما حسيتش بانتقال في الحراره. ليه؟ لان لازم عشان يحصل انتقال في الحراره لازم يكون في فرق في درجه الحراره، واحد ب 40 والثاني ب 50، مثلا واحد ب 50 والثاني ب 60 وهكذا. فطبعا لو الجسمين لهم نفس درجه الحراره لا يحصل انتقال في الحراره. طرق انتقال في الحراره 3 نخلصهم ويعتبر اكون خلصت مراجعه الوحده. توصيل وحمل واشعاع. تعالى بالبلدي بسرعه كده. التوصيل لو انا جبت كوبايه ميه وبسخنها على البوتاجاز وحطيت فيها معلقه وبقلب، هتلاقي المعلقه دي بتسخن، صح؟ المعلقه دي ملامسه هنا للحراره، المعلقه دي ملامسه هنا للحراره. الجسيمات القريبه دي كده بتسخن، الجسيمات القريبه دي كده بتسخن، تفضل تسخن 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 لحد ما تتنقل لحد اخر المعلقه من هنا. فقال لك هو انتقال الحراره من مكان للتاني من النقطه الاخرى في المواد الصلبه بس، في المواد الصلبه بس، ده اسمه التوصيل الحراري، ده اسمه التوصيل الحراري، ده اسمه التوصيل الحراري. التوصيل الحراري مستر عايز اعلمه بعلامه، يقول لك انتقال الحراره خلال الاجسام الصلبه من نقطه للثانيه، من نقطه للثانيه. يبقى في الاجسام الصلبه وبالتلامس، يعني حصل تلامس والاثنين لامسين بعض، قال لك ده اسمه التوصيل الحراري، ده اسمه التوصيل الحراري. يبقى انتقال الحراره من نقطه لاخرى في الاجسام الصلبه ده اسمه التوصيل الحراري. طب مستر هل كل المواد بتوصل حراره زي بعض؟ المواد الصلبه كلها بتوصل حراره زي بعض؟ لا. مثلا تعالى مثلا على البلاستيك والخشب ومثلا النحاس والحديد، كل دول هتلاقيهم بيوصلوا حراره مش زي بعض طبعا. تلاقي النحاس بيوصل حراره بسرعه، تلاقي مثلا البلاستيك ما بيوصلش حراره بسرعه. طب ليه؟ ده تبعا لحاجه اسمها التوصيليه الحراريه، تبعا لحاجه اسمها التوصيليه الحراريه، وهو مقياس لمدى قابليه التوصيل الحراري للماده. يعني ايه؟ الماده دي بتوصل حراره ولا لا؟ فتلاقي اسرع حاجه بتوصل حراره الماس، بعد كده تاني حاجه الفضه، بعد كده ثالث حاجه النحاس. يجيب لك هنا مثال برضو عشان نبقى قلناه ونبقى قلنا كل حاجه. بص يجيب لك نار هنا، النار موجوده هنا، ويجيب لك حته عصايه كده او حته خشبه معدنيه، مش خشبه، ازاي خشبه معدنيه يعني، ويجيب لك حته معدن ويقول لك دلوقتي المعدن اللي من الناحيه دي مثلا، اللي من الناحيه دي ده اللي هو اللي ناحيه اليمين ده مثلا نحاس. طب ماشي، ومستر المعدن اللي ناحيه الشمال ده مثلا ماس، مش معدن بقى، اللي هو الماس. بص يقول لك انا سخنت، انا مثبت هنا شويه مسامير، مثبت هنا شويه مسامير. بص كده مستر انهي مسمار اللي هيقع الاول؟ هتقول لي يا مستر والله احنا محتاجين ان احنا ندور على اعلى توصيليه حراريه. مين؟ الماس. الماس هو اعلى توصيليه حراريه، فاول مسمار يقع ده. ليه؟ عشان وصل له درجه الحراره بسرعه، وصل له درجه الحراره بسرعه، وبعديه يقع ده. بص تفتكر بقى هتلاقي النحاس بدا يوقع. يبقى كده كل ما التوصيليه الحراريه زادت كل ما كانت ان انا باخد حراره بسرعه، باخد حراره بسرعه. تعالى يلا اما نكمل. يقول لك ومن التوصيليه الحراريه يطلع لنا ان احنا عندنا مواد موصله للحراره، دي بتوصل جيده للحراره، توصيلاتها الحراريه مرتفعه، زي الحديد، زي النحاس، زي الالومنيوم، زي كل ده، وتستخدم في اواني الطهي في الحلل. عندنا المواد العازله، قال لك دي مواد رديئه التوصيل للحراره، توصيلاتها الحراريه بتكون منخفضه، زي البلاستيك، زي الخشب،
طبعا كل ده بنستخدمه في مقابض اواني الطهي. يبقى علي ليه بتستخدم من الخشب في مقابض اواني الطهي؟ قال لك لانها من المواد العازله للحراره. يقول لك دلوقتي في معظم الحتت النظيفه كده لما بييجوا يبنوا الطوب، بيبنوا الطوب مش الطوب ده بيبقى مخرم صح؟ قال لك بيحطوا فيه ماده اسمها ماده البولي استرين، بيحطوا ماده اسمها ماده البولي استرين. ماده البولي استرين دي بتكون عازله للحراره. انا قاعد جوه هنا الدنيا بره حر نار، تلاقي انت هنا في الاوضه مش حاسس بحاجه. ليه؟ عشان انا حاطط في قلب الحيطه ماده اسمها ماده البولي استرين، وهي ماده عازله للحراره، ماده عازله للحراره، بحطها في فراغات الطوب. تعالى يا معلم كده اما نكمل. طبعا يعني ايه، حصل ظرف كده وراح ايه الكاميرا فاصله خالص من التصوير، فبنعيد التصوير الحته اللي احنا اصلا شرحناها. انا كنت خلصت الفيديو وخلاص، قلت لك انا كده خلصت وخلاص، والحمد لله كنا خلصنا الفيديو. بس طبعا الحته دي لقينا ان هي مش موجوده في التصوير، فبرجع اصورها من اول وجديد. تعال، احنا كنا وقفنا ان احنا عندنا حاجه اسمها ماده البولي استرين، ودي قلنا بنحطها ما بين الطوب ماشي عشان دي ماده عازله للحراره. وقلنا ان احنا الطوب عندنا بيكون مفرغ. ليه يا مستر؟ ركز معايا بقى كده. عندنا الطوب بيكون مفرغ، قلنا عشان الهواء ده بيكون عازل اكتر 20 مره من اللي هو الطفل، من ماده الطفل، من ماده الطوب اللي هو الطوب الاحمر. طب تعالى يا مستر، دي كده طرق التوصيل اللي هي انتقال الحراره بالتوصيل. تعالى بعد كده على الحمل الحراري او الحمل الحراري. طبعا نمسح كل الشخبطه بقى اللي احنا كنا مشخبطينها دي ماشي، عشان ايه؟ نشرح على نظافه من اول وجديد ونعمل شخبطه جديده. تعالى الحمل الحراري يا مستر. هو الحمل الحراري لو انا جبت لك دلوقتي حته مثلا كوبايه ميه وسخنت كوبايه الميه دي، ايه اللي بيحصل يا مستر؟ الجسيمات القريبه من الميه من النار قال لك دي بتسخن. الحاجه اللي بتسخن دي كثافتها بتقل، الحاجه اللي بتسخن كثافتها بتقل. وانا عندي واخد قبل كده او واخد حاجه اسمها الكثافه، وقلت لك ان الكثافه بترتفع لاعلى لما بتقل. فانا عندي الحاجه السخنه كثافتها بتقل فترتفع لاعلى. يجي فوق كان في هواء بارد، فوق كان في هواء بارد، الهواء البارد ده كثافته كبيره فينخفض لاسفل. فاحنا عندنا حاجتين، الهواء او الماء البارد كثافته كبيره فينخفض لاسفل عشان بيكون تقيل. طب تعالى الهواء او الماء السخن بيكون كثافته قليله، وانا عندي قاعده بتقول لي ان الكثافه القليله ترتفع لاعلى. فقال لك انتقال الطاقه الحراريه في المواقع زي الميه والغازات، قال لك ده طريقه اسمها الحمل الحراري. فانتقال الطاقه الحراريه في المواقع ده اسمه الحمل الحراري. الطريقه بتبقى ازاي؟ الحاجه اللي كثافتها قليله ترتفع لاعلى، والحاجه اللي كثافتها كبيره تنخفض لاسفل. الهواء والميه السخنه بتكون كثافتها قليله فترتفع لاعلى. طب الحاجه او الميه او الهواء اللي بيكون كثافته كبيره بتكون كثافته كبيره فينخفض لاسفل، اللي هو الهواء البارد او الميه البارده. المستقطع على ما نكمل. يبقى كده لما يجي يقول لك في المواقع دي طريقه الحمل الحراري، في المواد الصلبه دي طريقه التوصيل. يقول لك واحنا ليه بنضع المدفأة في ارضيه الغرفه او التكييف على الغرفه؟ تعالى نشرح بالبلدي كده. دلوقتي المدفأة في ارضيه الغرفه بيكون هواء بارد عشان ده بيكون تحت فكثافته بتكون كبيره. انا محتاج ان انا اسخنه، فاحط المدفأة في ارضيه الغرفه تسخن الهواء، تقل كثافته يرتفع لاعلى، يجي مكانه هواء بارد، الهواء البارد ده يسخن يرتفع لاعلى عشان هتقل كثافته، وتفضل الموال ده شغال لحد ما درجه حراره الغرفه كلها تكون نفس درجه الحراره. يبقى لضمان توزيع حراره الغرفه في كل انواع الغرفه، فقال لك الهواء البارد ترتفع كثافته، فقال لك ينخفض لاسفل. طب الهواء السخن تقل كثافته ويرتفع لاعلى. ده كده الطريقه اللي انا بحط ليه فيها التكييف فوق او المدفأة تحت او الفريزر كمان فوق. دلوقتي عندنا ظاهره اسمها ظاهره نسيم البحر. ايه يا مستر ظاهره نسيم البحر دي؟ قال لك ظاهره نسيم البحر دي هي حركه الهواء البارد من البحر الى اليابس. يا مستر بتحصل ازاي؟ ما تكروتنيش، ركز معايا كده. بص انا دلوقتي لو انا قاعد على الشط، تعالى كده ادي الشط اهو، انا قاعد هنا مستر على الشط ده هتلاقيه سخن، يعني الهواء فيه سخن، الهواء السخن كثافته قليله فيرتفع لاعلى. طلع لفوق هيجي مكانه ايه؟ قال لك هتلاقي هنا عند البحر هتلاقي في هواء بارد كثافته كبيره فينخفض لاسفل يجي تحت، فتلاقي الهواء اللي يجي يطص في وشك كده ويجي ايه؟ يكون هواء بارد، نسيم بحر حلو. فقال لك نسيم البحر حركه الهواء البارد من النسيم او اللي هو اسمه النسيم يعني من البحر الى اليابس. ده الكلام ده بيحصل بالنهار وكمان اكتر في فصل الصيف عشان بيكون في اختلاف في درجه الحراره. قال لك بعد كده عندنا الطريقه الثالثه في طرق انتقال الحراره وطريقه الاشعاع الحراري. المصدر بتحصل ازاي؟ لو انا عندي هنا الارض
ماشي ده كوكب الارض، وعندي هنا الشمس. ازاي الحراره بتيجي من الشمس للارض كده يا مستر وفي ما بينها فراغ؟ في ما بينها فراغ. الشمس دي بتطلع حاجتين، بتطلع ضوء اسمه ضوء مرئي، وده الضوء اللي انت بتشوفه من الشمس، وبتطلع كمان حراره بس دي غير مرئيه، بتطلع حاجه اسمها الاشعه تحت الحمراء. الحراره دي بتسخن جسمك، صح ولا لا؟ طب يا مستر الحراره دي انتقلت ازاي؟ قال لك انتقلت عن طريق حاجه اسمها الاشعاع، عشان هنا في فراغ مفيش وسط مادي. مستر هو يعني ايه وسط مادي اصلا؟ يعني حاجه بتمسكها بايدك. الفراغ تعرف تمسكه بايدك؟ لا. طب الوسط المادي حاجه صلبه او حاجه سائله يعني بالعربي. فقال لك انتقال الاشعه تحت الحمراء من السطح الاجسام الساخنه زي الشمس الى اللي هي مثلا الارض، قال لك ده بيتم دون الحاجه الى وجود وسط مادي، فده اسمه الاشعاع الحراري. فانا كده عندي ثلاث حاجات: مواد صلبه بالتوصيل، مواد صلبه بالتوصيل، في المواقع بالحمل، في المواقع بالحمل او الحمل الحراري. قال لك طب دون الحاجه الى وجود وسط مادي، ده بالاشعاع الحراري. طب يا مستر الموجات اللي بتيجي من الشمس الى الارض دي اسمها موجات ايه؟ تسمى بالموجات الكهرومغناطيسيه، وهي موجات تنتشر في الفراغ، موجات تنتشر في الفراغ بسرعه 300,000 كيلومتر في الساعه. فكده يعني بسرعه كبيره جدا. يبقى الموجات الكهرومغناطيسيه موجات تنتشر في الفراغ، موجات تنتشر في الفراغ سرعتها بتوصل لكام؟ 300,000 كيلومتر في الساعه. هل في حاجه صعبه او في حاجه مش مفهومه؟ يبقى الاشعاع الحراري قال لك ده الحراره بتنتقل دون الحاجه لوجود وسط مادي. طب ماشي، عندنا الموجات اللي تنتقل من الشمس الى الارض اسمها موجات كهرومغناطيسيه، موجات تنتشر في الفراغ. ماشي يا مستر. يقول لك في الصيف اول ما تلبس مثلا اي حاجه سوداء تلاقي الدنيا ملسوعه خالص. ليه يا مستر؟ الاجسام المعتمه جيده الامتصاص للحراره تمتص كل الحراره وتجمعها عليك. طب يا مستر الاجسام الفاتحه زي اللبس الابيض هتلاقيه ضعيف الامتصاص للحراره، فطبعا بيبعد الحاجه من عليك. فقال لك الاجسام المعدمه جيده التوصيل للحراره، والاجسام اللامعه ضعيفه التوصيل للحراره. تعالى لما نكمل يجي يقول لك على حاجه اسمها السيرموجراف. يا مستر السيرموجراف دي اخر حته. السيرموجراف قال لك هي يعتبر كاميرات فيها مستشعرات معينه بتخليني اشوف الحراره، بتخليني اشوف الحراره. فقال لك بتخليني اشوف الحراره عن طريق حاجه اسمها الاشعاع الحراري، عن طريق حاجه اسمها الاشعاع الحراري. فالسيرموجراف تقنيه بتستخدم فيها ككاميرا، قال لك بتشوف حاجات الحراريه. فمثلا الصوره اللي قدامك دي، تعالى بس نمسح كده. الصوره اللي قدامك دي صوره مكوى. شايف الحته الفاتحه دي؟ الحته الفاتحه دي يقول لك ان هنا في حراره، بيقول لك ان هنا في حراره. كل ما الكاميرا دي بتطلع لك الحاجه فاتحه اكتر يبقى كده فيها حراره اكتر، كده فيها حراره اكتر. طب يا مستر الحته دي المقبض بتاع المكوى ده غامق خالص، فقال لك الحاجه دي كده ما فيهاش حراره. تعرف الحراره دي بيستخدموها فين كمان؟ بيستخدموها في الجيش. يقول لك دلوقتي بتلبس كده نظارات زي كاميرات بنشوف فيها بالمستشعر الحراري بالليل. اجسامنا فيها حراره صح؟ انا لو قاعد في الصحراء وبحرس مثلا في غيتنا دلوقتي في الجيش، خدمه واقف خدمه، يقول لك ايه اللي بيحصل؟ انت بتلبس النضاره دي فبتعرف تشوف الاجسام الحراريه، جسمك بيطلع حراره، فجسم العدو اللي ماشي قدامك يطلع حراره، جسم ثعلب جاي ياكلك هيطلع حراره، فتشوف الحاجات دي عن طريق الاشعاع الحراري، دي اسمها السيرموجراف، زي التعبين بتعرف تشوف الفرائس بتاعتها بالليل وتعرف تصطادها. ليه يا مستر؟ قال لك عشان برضو عندها مستشعرات بتعرف تستقبل الاشعه تحت الحمراء. كده الحمد لله نكون خلصنا المراجعه الكبيسه الطويله الجميله على الوحده الاولى. عارف ان هي مراجعه طويله حبتين او مش طويله يعني حبتين، ده مراجعه لك الوحده الاولى يا اخي كامله، ده احنا خدنا فيها قد كده. الحمد لله كده خلصنا مراجعه الوحده الاولى بالكامل. وحده كانت معقده طلبه كتير والدنيا فيها لعبكه كتير انا عارف في الكتب الخارجيه، بس بص احنا خلصنا لك في 6 صفحات الحمد لله من غير ما نسيب تفصيله. فكده الحمد لله نكون انهينا الوحده الاولى وخلصنا الوحده الاولى، وانا خلصت وخلصت في نفس الوقت عشان عدت التسويق مرتين الحته الاخيره دي. كده الحمد لله نكون خلصنا المراجعه. سيب لك الملزمه في الديسكربشن بتاعت الفيديو. يلا نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.